النهارده 8/3/2026. الدخلة دي مرتبطة بطريقة حد من أمتع وأعمق الناس اللي أنت ممكن تقرا لها أو تسمعها. مبسوطة جدا إن معانا في ضيف حلقتنا النهارده هو دكتور عماد رشاد عثمان. ازي حضرتك يا اهلا دكتور؟ بيك اهلا بيك. انا برضه فاجئتني الدخله اللي انت دخلتي بيها. طبعا اهلا بيك. دكتور عماد غني عن التعريف، هو طبيب وأخصائي أمراض المخ والأعصاب والصحة النفسية، كمان هو كاتب مفوه جدا من أحلى الكتاب اللي تقرا لهم. دكتور عماد كتب أحببت واخدا وأبي الذي أكره وممتلئ بالفراغ والجلاد تحت جلدي ورواية اقتحام. كتب كلها جميلة يا دكتور عماد. تسلمي يا رب، شكرا أنا جزيلا. انا سعيد ان انا معاك والله جدا ربنا النهارده. يخليك يا دكتور عماد. انتوا احنا منورينا برضه كمان. ربنا اسكندريه، يخليك يا منورين دكتور. اسكندريه والله. شكرا خالص. احنا البودكاست بتاعنا اسمه إعادة سرد القصة، لأن حياتنا عبارة عن قصة، والقصة دي في منها أجزاء بتبقى كتير حلوة وأجزاء برضو وحشة، لكن للأسف في أجزاء بقى بتبقى معطلة. ومن أكتر الحاجات اللي احنا بنقابلها كشباب الإدمان. اللي أنا عايزة أسأله لحضرتك، ليه ما دام احنا خلاص بقينا عارفين إن الإدمان شيء مضر بكل أنواعه، بقى احنا لسه هنتكلم فيه، ليه برضو بنروح للإدمان؟ حلو السؤال. طيب انا بحب ابدا برضو بالان ربنا يجري على لساني كده للناس محتاجه تسمعه. بما انك اتكلمتي عن السرديه، في حد لطيف قوي اسمه ماك ادمز قال يعني فكره حلوه قوي. قال لك ان الانسان بيحيا في حياته تبعا لواحده من قصتين، اما السرد الافتدائي او السرد المعطل. يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا بيمر بحاجات معينه في حياته، بازمات مبكره بتؤدي في النهايه ان يبقى عنده مشهد او مشاهد داخل قصته غير مريح، مشهد او مشاهد تعرض فيها الى شيء مؤلم، مشهد او مشاهد هو فيها ادى شيء او اقترف شيء غير ملائم لمنظومه قيمه، هو محرج منه، خجلان منه، خزيان منه، فعنده جزء في قصته مش ماشي مع بقيه القصه. فهذا الجزء اما ان يتم استدماجه داخل السرد العام بشكل يؤدي الى افتداء الذات، ريدمتيف، فعلا يؤدي الى خلاص الذات، ان الذات دي تاخد منه معنى وقيمه، تاخد منه حدوته، قصه، تاخد منه معاني ودروس تؤدي الى ان الذات دي تكبر وتنمو وتتفتح فيها امكانات معينه، فده بيسموه السرد الابتدائي. واما ان الذات دي تتجمد في هذه اللحظه، وعن طريق الازمه اللي عملها هذا المشهد، اما ان كان وقع ليا او انا اوقعته، انا اقترفته، انا اذيت انسان او انا اذيت من انسان، اما ان انا اتعطل هناك واتجمد في هذه المرحله من الالم، وبالتالي اللحظه بتاعت التجمد ديت، لحظه الفيكسيشن او التثبيت، هتؤدي الى تغييرات في سلوكي طول عمري، تغييرات معينه نتيجه تاثري بهذه اللحظات. فاللي حاصل مش فعل ارادي، وانما تاثيرات هذا النص الخفي. عارفه السكريبت اللي بيتعمل في نحط سكريبت مثلا للقعده بتاعتنا النهارده، فوالله انا هحدد انا هقول كذا هقول كذا هقول كذا، بس في النهايه انا في معايا حد تاني موجود في نفس القعده ديت، فهو لازم يبقى فاهم هذا الدور عشان ايه؟ عشان يقوله. احيانا اللحظات الاولى من الازمات والصدمات بتؤدي الى ان هي بتملي عليا في حياتي انا قصه ودور ما ببقاش انا البطل فيه، فده بيسموه بقى الايه؟ السرد المعطل. فاللي حاصل في قصه الادمان هو ان احنا يبدو لينا ان احنا متحكمين في حياتنا، يبدو لينا ان احنا عندنا اراده، لكن ياتي الادمان نتيجه تجمدنا في مرحله مبكره من العمر، نتيجه صراعات قديمه غير محلوله، نتيجه مشاعر اوليه وازمات قديمه لازلنا عالقين فيها، متالمين بقدر ما، في عندنا قصه او حدوته او تعريف للذات من خلال اللي حصل. فنبدا بسبب هذا التعلق، بسبب الحمل اللي احنا ماشيين بيه، نفضل متجمدين في حياتنا كلها، يحصل فيها تفعيل مستمر وتمثيل سلوكي للايه؟ للازمه القديمه. فاللي بيحصل في مسرح الادمان هو ان هناك كثير جدا من الصدمات والاحتياجات غير المسدده والمشاعر العالقه التي لم تحل قديما بتطرح نفسها في هذه اللحظه على الايه؟ على مسرح الاراده. اللي بيحصل ان ظننا ان المفترض ان الامور تجري بناء على مجرد القرار، لا يمكن ان انت تستعيد قرارك وحريتك واسميها ايه؟ ووجودك الكامل، بل حتى نعمه ربنا فيك مستحيل تستعيدها بدون ما تشيل العائق اللي معطلك على انك تكون نفسك، على انك تكون مريد وحر ومختار، وهو ايه؟ وهو الجزء الخارب في قصتك، ان انت ترجع تاني لهذه القصه وتعيد قراءتها بحيث ان انت تتحرر النهارده. ما احنا كل الناس في برضو أجزاء معطوبة في قصتهم. صحيح. فهل الفرق بين السرديتين دول ده قدر مثلا الشخص ولا هو اختيار؟ هقول لك برضو حاجه لطيفه. الاول هنتكلم فيها فيما يتعلق بالمساحه العلميه. المساحه العلميه بتقول ان احنا عندنا موديل كده اسمه بايو سايكو سوشيال موديل. اللي بيحصل ببساطه ان احنا عندنا تاثيرات معينه للجينات بتاعتنا، لهرموناتنا، لتكويننا البدني، ده الجزء البيولوجي بتاعنا، الجزء الكيميائي، تمام، وتاثيرات لتكويننا النفسي، انا نفسيا اكثر
متانه. انا نفسيا في حد تلاقيه اكثر انطوائيه، احيانا منبسط اكتر، احيانا حد بيميل الى ان هو يتحدث، ان هو يتكلم عن الحاجات اللي بتألمه، واحد تاني بيميل الى الكتمان، اذا هو عنده كاركترستكس او عنده خصائص نفسيه. الى جانب جزء اخر متعلق بالجزء السوشيال، الجزء التربوي، اللي انا اتعرضت له من حياتي، ايه اللي انا اتعرضت له او اتعرفت عليه من خلال اهلي، ايه الشكل اللي مورس عليا تربويا، ايه المساحات اللي انا اتعلمتها في المدرسه وفي الكنيسه وفي المسجد ومن الشيخ ومن القس ومن اخويا الكبير. فالحاجات دي كلها بتؤدي في النهايه الى ظهور عوامل كتير جدا بتؤدي الى كيف اتعاطى واتعامل مع الازمات. كلنا بنمر بازمات، كلنا بيبقى عندنا هذه اللحظات المؤلمه. ففي جزء مرتبط بتكويني انا، مرتبط بهذه الثلاثيه البايو سايكو سوشيال، بتخلي العوامل المتضافره ديت تؤدي الى ان يبقى عندي استجابه معينه تجاه هذه الثلاثيه. هل الاشخاص اللي بيتعرضوا لالام او ازمات، في بعض الاشخاص بيمروا تماما بدون ادنى تاثيرات؟ لا، مش للدرجه دي. لكن هل التاثيرات دي بتؤدي الى ان تكون مؤثره ولا معطله، عامله له صبغه معينه ان في احتياج عنده غير مسدد، فتلاقيه ظاهر في علاقاته، ظاهر احيانا في ابداع معين، ظاهر في حاله شجن طفيف كده جوه النفس، ظاهر في ملامح نفسيه عنده. هنا في النهايه نتيجه الثلاثيه اللطيفه عنده، نتيجه ان مثلا كان الجزء البيولوجي عنده او كان الجزء الاجتماعي عنده كان في ازمه معينه، ولكن كان عنده مصادر اخرى للدعم، كان في اذى مثلا من الاب ولكن كانت الام ملطفه بشكل كبير جدا جدا، كان عنده من المتانه النفسيه احيانا اللي يخليه يعيد قراءه الموقف ده ابكر من اللازم مبكرا احيانا في مراحل طفليه، فيقراه بطريقه مختلفه، فما يتحولش للسرد المعطل، فيبقى قاعد في مرحله بينيه ما بين السرد المعطل وبين السرد الابتدائي. ما مرش تماما للسرد الابتدائي اللي هو الشكل المثالي من السرد، الشخص اللي هو فعليا قدر يقرأ قصته بشكل يعرف فيها يجاوب على ايه اللي حصل وحصل ليه واثر في ايه وكيف يمكنني الخروج منه. ممكن يكون ده صعب جدا، محتاج عمل على الذات، بس في نفس الوقت ما وصلش للدرجه دي من التعطيل. لكن هل معنى كده ان كل شخص تعرض الى الم او تعرض الى صدمه طفليه هيطلع مدمن، او هيطلع فيه بقى حاجه تانية بنسميها المالتي فايناليتي؟ يعني ايه؟ يعني لا، ممكن واحد الالم اللي تعرض له يؤدي بيه الى ان هو يبقى مكتئب، واحد تاني الالم اللي تعرض له ده يؤدي بيه الى ان هو يكون اكثر قلقا، واحد تاني لا، الالم اللي تعرض له في مرحله مبكره للغايه قبل نشوء اللغه، فيبقى محتاج طول الوقت يعمل ما نسميه اناكتمنت او اعاده مسرحه لهذا الالم، محتاج طول الوقت يعيد تشكيل هذا الالم في شكل خارجي. فتلاقيه عنده ازمات في العلاقات ليه؟ لان هو المه مرتبط بفكره مثلا ان هو يبقى الاخر بيأذيه، بيسحله، بيألمه، هو طول الوقت مثلا عاش تجربه الشخص مثير المتاعب اللي طول الوقت منبوذ ومرفوض ومتروك متهم بشكل ما، فيدخل العلاقات متوقع هذا الشكل، فيدخل العلاقات يعمل حاجه اسمها اناكتمنت، يعني يخلي الاخر يعيش معاه هذه التجربه مره تانية، ان هو يخلي الاخر يلا بينا نعيد مسرحه اللي حصل دوت. هقولها لك كتير جدا بتحصل، الشخص اللي هو طول الوقت متوقع ان يترك، فيدخل العلاقه طول الوقت يحاول، لا انت هتسيبني، لا انت هتسيبني، لا انت تعبيرك دلوقتي بيقول انت هتسيبني، لا انت مش مقتنع بوجودي، لا انت مش، طول الوقت هو مهدد. من كتر هذا التهديد يصنع حاجه بيخلي احنا فعلا الآخر بالظبط يتوب. النبوءه التي تحقق ذاتها. أيوه. دي اعاده المسرح. عند المدمن اعاده المسرح بتبقى في مسرح الذات فقط، في علاقته بالسلوك او علاقته بالماده الادمانيه. فانا مثلا حاسس بالخزي، فاكتر حاجه تساعدني في اعاده هذه المسرحه ان انا اصحى بالليل والناس كلها نايمه، افتح الثلاجه واطلع الاكل وانا مستور تماما ومحدش شايفني، اكل منه بنهم شديد جدا جدا. النهم دوت بيعيد مسرحة نظام موجود عندي في ألمي، وهو الاتصال بالآخر، ثم أستشعر ندم شديد جدا جدا وخوف من الحالة اللي موجودة فيها، وحالة من الضيق وحالة من الانتفاخ، وأبقى عندي رغبة في أن أنا أتخلص من هذا الأكل. تلاقي حتى بعض البنات تبدأ تتقيأ هذا الأمر، أو تبدأ أنها تاخد أدوية معينة مسيلة أو يعني مسهلة عشان يخرج هذا الطعام. فتلاقي يظهر عنده في هذه اللحظة او يظهر عندها الجزء الثاني او الفصل الثاني من المسرحيه، وهو الابتعاد عن هذا الاخر، وبعدين شعور الذنب الشديد والرغبه في ان انا اتدارى، وكراهيه هذا الجسد والنفور منه، والرغبه في التخلص منه بشكل ما لدرجه احيانا ايذاء هذا الجسد، وبعدين حاله الحزن الشديده جدا على ما فعلت. الرباعيه ديت مفيش حاجه هتحققها لي بما ان هي اتحققت لي في صغري مثلا او نتيجه تجربه معينه غير العلاقه مع الطعام. واحد تاني لا، هو حس في مرحله مبكره انه غير جدير بحب الام، انه حاسس بالخزي، وان هو ليس على المستوى المطلوب، ان هو ليس رجلا بما يكفي. فمفيش حاجه في الدنيا تقدر تحققها له غير مثلا علاقه مع الاباحيات، ان هو يستر ويقفل نفسه، يقفل على ورغم انه ممكن يكون على فكره شخص جيد جدا وتقي وعلى خير، لكن في اللحظه ديت لحظه اعاده المسرحه، لحظه الالحاح اللي بياتي من الماضي، الصوت الغريب جدا اللي بيجي عشان يكسر
سرد الذات، انسياب الذات مع نفسها وقرارها وارادتها وان انا هعمل وان انا جيد، يجي بقى الصوت بتاع الماضي دوت اللي بيحصل فيه الفيكسيشن، ويقرر ان هو يعيد هذه المسرحه لكي يفرغ هذه المشاعر، فيقفل الباب ويبدا يشاهد رجل وامراه في علاقه وهو بيتفرج عليهم من بره من بعيد، وهذه المراه بشكل ما بتشعره بالضآلة وبالخزي لان هو قاعد ورا الشاشه. فمفيش حاجه في الدنيا هتديله شعور المحروميه من اتصال اتنين، ممكن يكون بابا وماما بقى، ولا بابا واخويا، ولا بابا واختي، ولا مش عارف ايه، ايا كان. اصلا انا ما كنتش المميز، ما كنتش المقرب، ما كنتش المحظي بالايه، بالمحبه. فاول حاجه هتديني الشعور دوت وتعيده مره اخرى هي الحاله بتاعت الاباحيات، وشعور الصغار وعدم الجداره، وما بعدها شعور لحظي باللذه. وشعور اللذه هنا مهم قوي، دي الطريقه اللي انا بتحكم فيها بالموضوع. يعني دي من الحاجات برضو اللي الناس ما تفهمهاش قوي. شخص تعرض لاهانه من مدرسه في الطفوله، اهانه شديده جدا جدا، وحس في اللحظه ديت وقاعد واقف في وسط اصحابه في المدرسه انه عنده درجه كبيره جدا من الخزي ومن الالم ورغبه في ان الارض تنشق وتبلعه. نفس الشخص ده يكبر تلاقي عنده ميول مازوخيه، رغبه في ان يهان من قبل النساء. طب هو ازاي شخص تالم من شيء معين اصبح بيستدعيه؟ هي دي بقى الطريقه. المره الاولانيه انا تالمت منه حينما كنت مفعول به، حينما كنت عاجز تماما، فانا هستدعيه مره اخرى وهحول الالم للذه. فدي تبقى طريقه التحكم في هذه السرديه. فطريقته بدل ما تفتكر هذا الماضي بكل هذا الالم وبكل هذا الخزي، انا هستدعي هذا الماضي طوعا، انا هروح لواحده استفزها لحد ما تهني، انا هحول هذا الالم والغضب اللي موجود جوايا الى وكاني عندي رغبه فيه، وكاني عندي لذه. فاحيانا اضفاء حاله المتعه على الشيء المؤلم ده محاوله للتحكم فيه، فيروح مدخل المتعه في العمليه بتاعه الاباحيات او غيره. وبعدين يمكن عشان دي الطريقه اللي هو عارف يعرف بيها نفسه. بالزبط. يعني هو بالزبط. مش شايف نفسه غير في الحته بالظبط. بس هو على فكره ما بيبقاش واعي قوي بالقصه دي، الكلام ده كله بيحصل بشكل تلقائي واحيانا لا واعي يعني. فالحاجه الوحيده اللي تحقق له الرباعيه، تحقق له المسرحيه دي كامله، هي اللحظه بتاعه الاباحيات. فمشكله الادمان او مشكله السلوكيات القهريه بس هي في ناس ممكن، انا اسفه انا بقطع حضرتك، بس في ناس ممكن تكون مش حاسه انها بتبقى مثلا في مسرحيه، انا عارفه انها لا واعي. صحيح. بس قصدي في ناس ممكن تقول لحضرتك مثلا انا بعملها عشان بتعمل لي دماغ، او انا بكون يعني جميل السؤال. حاله الترانس اللي بتبقى موجوده فيها دي بتخلي الواحد هادي وفي نفس الوقت بتسحله عن مشاكله. طيب خليني اقول لك بقى ان ده احنا عندنا دايما في المدمنين او بالذات في الادمان السلوكي في 3 انواع. غالبا ما لهمش رابع، وغالبا احنا محتاجين من البدايه كده ان احنا نحط نفسنا في انه وجهه من دول. احنا عندنا 3 اشكال. الشكل الاولاني هو الشكل البنيه التمتعيه، اللي هو اللي انت بتحكيها دلوقتي، اللي هو الشخص اللي بيروح رغبته الوحيده هي رغبه في المتعه، ان هو عايز يتبسط وبس. طب ده الشخص دوت هتلاقيه ببساطه مرتاح مع فعله، يعني بيفعل الفعل، وبعد هذا الفعل ما فيش اي شكل من اشكال جلد الذات او ان هو مثلا يحس بالذنب او ان هو يحس بالنفور من الذات، مرتاح مع ده. وده بيبقى رايح اكتر للحته بتاعه الجانب اللي مش هنسميه الانحرافي، بس خلاص هو الموضوع ده اصبح مستدمجه في قصته بشكل ما. غالبا ده مش بيشتكي، او لو اشتكى غالبا بيشتكي من الخسائر اللي جات له نتيجه نتيجه دي. الخسائر مثلا نتيجه ان هو مثلا فقد صحته، نتيجه ان هو اتكشف، نتيجه ان هو اتفضح. الغريب جدا في الادمانات السلوكيه دي نسبه قليله جدا، يعني الاكثر في الادمانات السلوكيه هم في الاثنين التانيين احنا هنجيبهم دول. لكن ده تلاقيه غالبا في الادمانات الكيميائيه، في ادمان الكحول، يعني تجدي احيانا بيروح للجانب التمتعي. فوجود الجانب التمتعي مفهوم اللي هو البيور تمتعي. في بقى عندي حاجه تانية اللي هو الجانب الصراعي، هو شخص هناك قدر من المتعه، بس المتعه دي متعه زائفه، وهو الدليل عليها ان اول ما بيفوق ويبقى مركز تماما، انا مش هعمل كده نهائي، الم غير عادي. هو فعلا عارف وهميه هذه المتعه. في اللحظه دي، لحظه الدخول للادمان، بيتخطف حرفيا، هو بيتشال دماغه تماما من قراراته ومن دينه ومن قيمه ومن علاقته بزوجته وعلاقته باولاده والتمسرح ده احيانا بيكون جزء من عمليه التمسرح او الاناكتمنت او اعاده التمثيل او الترميز ديت، بيكون فيها جزء متمتع، بيبقى فيها جزء من المتعه. فهو لما يشوف المتعه يقول ده انا عبد للمتعه، ايه ده انا شهواني، ايه ده انا قذر، ده انا سيء، ده انا لا اخلاقي، بس مش قادر يشوف الحاجات التانية. فالنوع التاني هو الجانب الصراعي، اللي هو فيه صراع ما بين المتعه والالم، ان العلاقه مع الماده الادمانيه، العلاقه مع الطعام، مع الشراء، مع العلاقات المؤذيه، مع
الاباحيات هي علاقه مركبه فيها جزء من المتعه وفيها جزء كبير جدا من الالم، فيها رغبه في التوقف وفيها عدم قدره على التوقف، عمليه صراعيه كامله. العمليه الصراعيه ديت اللي بيحصل فيها اعاده التمسح. النوع الثالث بقى هو النوع اللي احنا بنسميه البوردر لاين، اللي بيبقى موجود ما بين الناحيتين. احيانا بعض سلوكياته بيكون فيها في الجانب التمتعي، واحيانا بيبقى بعض السلوكيات في الجانب الصراعي. غالبا ده بيبقى الادمان او السلوك الادماني جزء من مرض تاني. يعني ايه؟ يعني غالبا جزء من ADHD، جزء من بوردر لاين بيرسوناليتي، جزء من اضطراب الشخصيه الحديه، جزء من اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه. بيبقى جزء من خلل عام موجود عند الشخص دوت، خلل عام في الشخصيه نفسها. فتلاقيه مثلا متهور في قياده السيارات، في نفس الوقت تلاقيه عنده سلوك ادماني، تلاقيه عنده مثلا اشكال مختلفه من ايذاء الذات، بس ده جزء من من اطار عام لاضطراب في الشخصيه. اللي يهمني بصراحه في الادمانات السلوكيه هو النوع الثاني. يعني هتجد، انا ما عندناش ارقام واضحه، ولكن هتجد معظم مدمني الاباحيات من اللي عندهم الجانب الصراعي، تجد معظم مدمني الطعام او اللي عندهم اضطرابات الطعام من اللي عندهم المساحه الصراعيه. ده شخص عنده كثير جدا جدا من الالم النفسي العميق الذي لم يتعامل معه ولم يعبر عنه، وعنده مشاعر غير محتمله بيهرب بيها عن طريق هذا الادمان. فهو في الم في الادمان وفي متعته في الادمان انه بيبنج المشاعر التانية الاكثر الما. يعني انا عندي نار بتحرق وليكن مثلا بدرجه حراره 1000 سيليزيوس، ونار تانية بتحرق بدرجه حراره 50. طب ما انا طبيعي احط ايدي في اللي بتألمني اقل لو ما كانش عندي اختيار ما بين ده. فاحيانا الالم اللي بياتي بعد الادمان بيخفف بيه ويداري بيه ويطبطب بيه على الم تاني قديم. بالظبط. فده غالبا الجانب الصراعي. فمعظم الناس، هي بقى المشكله في كده، ان معظم الناس بتبقى متاثره بالنموذج الدارج اللي هو بتاع الولد قليل الادب، اللي بيبقى بيروح ورا المتعه، الشهواني، او اللي مثلا البنت، عذرا ان هستخدم الالفاظ اللي بتستخدم احيانا سوقيا، الطفصه اللي عندها رغبه في الاكل فوق. لا، احيانا كتير جدا النموذج ده بيبقى اللي جاي لي من المجتمع. لكن لما بقعد بالفعل بلاقي الالم، ما بلاقيش المتعه فقط، بلاقي الرغبه الحقيقيه عند هؤلاء المدمنين ان هم يخرجوا من السلوك الادماني. انا عايز ابطل، انا نفسي ابطل، بس فعليا مش قادر. في اللحظه اللي بيقول لي فيها مش قادر، انا عارف بقى ان احنا دلوقتي في الجانب الصراعي. طب واذا وجدت نفسي في الجانب الصراعي، لابد ان انا افك الصراع ده عشان الشخص ده يرجع لحريته مره اخرى. لان تاثيرات هذا الماضي بتخليه، انا مش هقول ان هو فاقد تماما الاراده، ولكن اقرب للمقهوريه. ازاي؟ عندي الحاح شديد بيرجح كفه انه يفعل الفعل ده ويعيد التمسرح مره اخرى ويعيد تمثيل الالم القديم مره اخرى، اكتر بكتير جدا من الاراده. لما اخفف الحاحات الماضي ده، اخلي الشخص دوت دلوقتي في اللحظه دي بقى مخير تماما. في اللحظه دي بقى عنده نداء الحرام والحلال، بقى عنده نداء ايا كان هنسميها ايه، بقى عنده نداء الخير والشر، بقى حر في هذا الامر. لكن المشكله انه في النظام الاولاني هو نداء الخير والشر مرجح في كفه الشر نتيجه نتيجه نداءات الماضي. فهو مش واقع في التخيير تماما، هو ببساطه الاراده معطوبه هنا، الاراده معطوبه نتيجه الحاح هذا الماضي واقتحام الماضي للحظه الحاضره. حضرتك يا دكتور عماد اتكلمت على فكره ادمان الطعام. هو ادمان خفي اصلا، يعني مش كتير مننا فاكر انه الطعام ممكن يكون مغير للحاله المزاجيه. ازاي اعرف اذا كنت مدمن الطعام واذا كنت انا بعمل كده كنوع من الترف؟ يعني خلينا نقول كده، يعني مساحات رئيسيه او ملامح رئيسيه لو موجوده عندي في علاقتي باي سلوك، ساعتها افكر ان ممكن يكون السلوك ده تحول لسلوك ادماني. بدايه ان يجي السلوك ده زي ما انت قلتيها من شويه مغير للحاله النفسيه، ان دايما السلوك دوت يرتبط بمشاعر مؤلمه او غير محتمله. اللي بيستمتع بالطعام هيستمتع بيه سواء هو بخير، سواء هو حاسس بالالم، سواء هو حاسس بالرفض، سواء هو حاسس بالسعاده، سواء هو ما عندوش اي شعور خالص، سواء الدنيا تمام، فهو بيستمتع بالطعام. لكن لما تكون علاقتي بالطعام دايما مرتبطه بعدم قدرتي على اداره مشاعري، ان انا في لحظات ما بحس بالرفض بلهي نفسي بالطعام، في لحظات ما تبقى عندي القلق بلهي نفسي بالطعام، في لحظات ما بيبقى عندي اي نوع من انواع المشاعر غير المحتمله، عندي سيناريوهات معينه من الندم، من الشعور بالذنب بموقف معين مستحوذ على ذهني، فاروح اروح للطعام. فهنا ارتبط عندي اخر 10 مرات في علاقتي مع الطعام، معظم الوقت بروح للطعام في لحظات ما بيكون عندي مشاعر غير محتمله. ده يديني جرس انذار. نمرة 2، لما يكون عندي رغبه انسانيه حقيقيه للذات، لحقيقه الانسان، انا مين، في لحظه ما بقعد مع نفسي واسال سؤال حقيقي، انا عايز اغير هذا السلوك، هل هو ده الشخص اللي انا عايز اكون عليه كمان سنه او 2؟ لا، انا مش عاجبني اللي انا بعمله. ففي رغبه حقيقيه للذات، ولكن في السلوك هناك دائما تعثر
ومخالفه لرغبه هذه الذات. فلما بسال نفسي انا بشكل حقيقي وصادق انا عايز ابطل، طب لما ابص على سلوكي الاقي نفسي عمال ايه؟ عمال اقع. فهنا الموضوع مش موضوع استمتاع، هنا بقى فيه حاله انقسام داخلي، انا متمزق ما بين اتنين، ما بين رغبه حقيقيه في التوقف وما بين سلوك طول الوقت وكانه دخيل، لدرجه ان احنا دايما نقول ان الذات ديت، ان الانا دي، ان انا كلمتي بتقع عند نفسي. عارفه لما شخص مثلا يقول لك والله ان شاء الله وعد هكون موجود في الوقت الفلاني وبعدين ما اجيش، تاني يوم وعد هكون موجود في الوقت الفلاني وبعدين ما اجيش، وبعدين اعملها مره تانية وثالثه ورابعه، في اللحظه ديت تحسي ان الكلمه بتاعتي اصبحت ملهاش قيمه بالنسبه لك. هي دي اللي بيحصل مع الذات. فلما يكون عندي سقوط كلمه الذات عند نفسها، ان الذات عندها رغبه وقرار وطول الوقت بتخالفه، فده بيقول لي ان العلاقه دي فيها ايه؟ فيها ازمه. احنا هنا ما بنتكلمش عن متعه، ما بنقولش والله الموضوع مجرد رجيم وخلاص. الموضوع ده اصبح سلوك معقد، مش بس مرتبط بالجانب الكيميائي او الجانب الهرموني، لا، في مساحه نفسيه. والدليل اللي احنا بنقوله ده. نمره 3، ان الاقي عندي كده ظاهره مهمه قوي، هي ظاهره الاستحواذ، اني افكر في الموضوع كتير، افكر فيه كتير جدا جدا. وظاهره اللهفه، اني لو بدات ما اعرفش افرمل. الظاهرتين دول مرتبطين ببعض جدا. فمثلا في الاباحيات خلاص جت الصوره في اللحظه دي يحس ان دماغه اتخطفت، لابد ان هو يكمل لحد النهايه. في اللحظه ان انا دقت الطعام او قعدت في قعده، كل القرارات اللي انا قلتها لنفسي بلغيها تماما وانجرف في ايه؟ في وتمادى في ده، اللي هي ظاهره الكريفنج. فدي لو موجوده يبقى فعليا انا ايه؟ عندي مشكله. نمره 4، اني مستمر رغم ان انا بلم خسائر، رغم ان انا جبت قاع. اي علاقه سلوكيه مضطربه بتمر ب3 مراحل. المرحله الاولانيه مرحله الحفله، انا قاعد مبسوط مستمتع، مفيش اي مشاكل خالص، بيشرب مخدرات بطعام، مفيش اي مشاكل. ليه؟ لا وزني زاد بما فيه الكفايه، يعني بما فيه الضرر، ولا بقى فيه تاثيرات مش عارف على السكر او لسه الضغط او حاسس غيره. ان انا ان بالظبط، كنترول تمام. يعني. انا بعرف زي ما قلت كده، بعرف اهندل، بعرف اخد الجرعه اللي انا عايزها واوقف وقت ما احب. بعدين شويه يبقى عندي مرحله الحرب. ايه مرحله الحرب؟ صراع ما بين الخسائر وما بين رغبه الذات في انها تتوقف، وما بين تغول السلوك دوت، تحوله لغول واستحواذ هذا السلوك عليا لدرجه اني ما عدتش انا قادر ان انا ايه؟ اشد الفرامل. مرحله الحرب دي. المرحله اللي بعديها مرحله القاع. مرحله الحرب فيها لذه وفيها خسائر، فيها لذه وفيها الم. مرحله القاع ما فيهاش غير الم، فيهاش غير ألم فقط، خسائر فقط، لدرجة إن حتى الاستمتاع يضيع. إنه بياخد الحاجة دي لمجرد يخفف الألم، لكن ما بيجيبش متعة خلاص، ما بتوصلش معاه لدرجة المتعة. وياما شوفنا ناس سواء عندها إدمان الإباحيات أو الطعام أو المخدرات، هو بيتعاطى وهو بيبكي، هو بيعمل السلوك ده وهو فعلا تعبان وهو فعلا متألم وهو فعلا، رغم ان هو بيعمل السلوك بيعمله في اللحظه ديت انتفى خلاص الايه؟ الجانب التمتعي. دايما نقول ان التعافي العكس بقى، التعافي بيبدا من القاع، بيبدا اول التعافي دايما الم بس، ألم، أنا رايح بخسائر ومحتاج أحلها ومفيش متعة، والتعافي كمان بيبقى فيه أعراض انسحاب وآلام. يعني التعافي مؤلم والتعاطي مؤلم، لا أنا قادر أكمل في التعاطي ولا أنا قادر أكمل في الإيه؟ في التعافي. فأول لحظة فيه التعافي بيمشي العكس، هي مرحلة القاع. وبعدين مرحلة الحرب، آخد مكاسب من التعافي وفي نفس الوقت عندي الحنين للماضي، عندي صراع ما بين الأصدقاء اللي بيدعوني للعودة، عندي محاولة لترميم الحياة. وبعدين المرحلة اللي بعديها في التعافي مرحلة الحفلة، اني اخد مكاسب فقط. فدايما زي ما بقول كده، انا دفعت يعني شربت حاجه معينه لازم ادفعها، مشيتها من نظام حفله حرب قاع، هتعافى يبقى همشي من ايه؟ من نظام القاع ثم الحرب ثم ايه؟ ثم الحفله. فمعظم الناس للاسف بيبقى متخيل ان الطعام مجرد رجيم، او ان الاباحيات مجرد سلوك غير اخلاقي محتاج بعض المواعظ، ومحتاج ان هو يخف شهوته او يتجوز بس، او مش عارف ياخد يعمل زيوت معينه في الطعام عشان يهدي الشهوه، وان هو الموضوع عنده رغبه زياده، وان القمار ده بس هو محتاج ما يروحش. مش قادر ياخد باله ان لا، في صراع داخلي متجلي ومتمسرح من خلال ايه؟ من خلال ده. فاذا لقيت الاشكال اللي انا قلتها من شويه، لقيت ارتباط بالمشاعر غير المحتمله وبستخدمه في ان انا اخدر، ولقيت العمليه الصراعيه وسقوط كلمه الذات عند نفسها، ولقيت الكريفنج والاستحواذ الذهني، ولقيت الخسائر، ورغم كده مكمل، لا اقف بقى. محتاجين بقى يعني نطلع بره وهم ان ده مش اكتر من سلوك جانبي، لا ده سلوك محوري في حياتك. وعشان كده الناس بتبقى مستغربه ان انت بتطلع تتكلم عن ادمان الطعام بتجيب سيره الطعام. ما هو احنا خلاص بقى فهمنا الموضوع ملوش علاقه بالطعام في ذاته، الموضوع له علاقه بمشاعر غير محتمله، بذات عندها قدر من الصراع، والطعام بيجي عشان يحل هذه المشكله بشكل مؤقت. فالادمان هو حل لهذه الذات المأزومه اللي موجوده في ازمه، ذات عندها ازمه، فالادمان بيجي لها كحل مؤقت، ولكن حل بيتحول الى مشكله. بس شويه بالظبط، بيعمل لها السوذنج ده بالظبط. طيب يعني التعافي يا دكتور عماد هيكون ازاي؟ ما هو والاهم، هل التعافي من الادمان كله نفس الفكره
حلو برضه يعني السؤال اللي ده. مدمن سجاير او مخدرات هل برضه هيتعافى زيه زي اللي مدمن طعام؟ حلو. هو الادمان بانواعه في مساحات مشتركه وفي خصوصيه لكل ادمان، وبالتالي التعافي بانواعه المختلفه في مساحات مشتركه وفي خصوصيه لكل ايه، لكل تعافي. يعني اكيد يعني دايما يقولوا كده، يقولوا مثلا الشخص اللي بياخد المهدئات او المخدرات هتجد كتير جدا عنده قلق، تلاقي المشاعر الغير المحتمله عنده فيها قلق. تجد الشخص مثلا اللي بياخد الخمره، تجد ان هو فكره القلق الاجتماعي تيمه معروفه جدا جدا ما بينهم، فكره ان هو بياخدها عشان يحس بان هو مرتاح مع نفسه فيعرف يهزر ويعرف يظهر قدام الناس او غيره. شخص مثلا اللي عنده ادمان الطعام، تجد ان عنده خصوصيه في المشاعر الاوليه، هي الشعور المتناقض تجاه مصادر الحب الاولى. يعني كتير اللي عندهم ادمان الطعام تجدي هي بتحب ماما وبتكرهها في نفس الوقت، او غضبانه من ماما قوي قوي وممتنه ليها في نفس الوقت. هي عندها رغبه غير عاديه فالاتصال بيها، ايوه، التحامل برضه وفي رغبه غير عاديه في التخلص منها. فتجدي المشاعر المتناقضه اللي هي غير قادره على ان هي ايه، ان هي تلمهم مع بعض او تحتويهم مع بعض. دي خصوصيه واضحه جدا جدا في الايه، في اللي عندهم ادمان الطعام. مش بالضروري يكون ده بس ممكن يكون في حاجات تانية، لكن دي من الخصوصيات اللي مهمه هنا. هلاقي مثلا عند مدمن الاباحيات خصوصيه الخزي والاستياء، من الحاجات المهمه جدا. عنده غضب شديد جدا وعنده شعور بالغضب من ذاته، من نفسه، شعور باحتقار الذات وكراهيتها وشعور بالصغار وشعور باني مش جيد بما فيه الكفايه. فدي من المشاعر الخاصه اللي موجوده هنا. وبالتالي بيميل كل واحد منهم نتيجه هذه الخصوصيه الشعوريه الى اختيار نموذج سلوكي مختلف عن الايه، عن التاني. طيب في حاجه تانية، ان بعض الانواع الادمانات فيها تاثيرات تانية غير تاثير المرهمه. يعني ايه؟ يعني اكيد اللي بياخد مخدرات هو مش بيمرهم بس، هي المخدرات ليها تاثير على الدوبامين وتاثير على الاندورفينز وتاثير على كيمياء المخ، فهو بيهدي الالم فبالتالي لما يجي يتوقف مش بيظهر له بس مشاعر القلق الاجتماعي لا، بيظهر له كمان الم حقيقي في الجسد، وبيظهر له كمان نقص الدوبامين الشديد جدا اللي بيؤدي احيانا الى نوبه اكتئابيه ورغبه في الانتحار احيانا. طيب اللي بتاخد الطعام بتاخد برضو مع الشوكليت والحلويات، اكيد بتختلف عن اللي بتحب المكرونه. ليه؟ لان دي فيها سيروتونين، فبالتالي التاثيرات بتبقى مختلفه في لحظات التوقف. لما يكون برضو في نقطه تانية مهمه جدا في التعافي هنا، ان اللي بياخد مخدرات هو ممكن يتوقف عن المخدرات نفسها تماما. قفلتي عليه في اوضه عمرك ما هتحطي له مخدرات في اي وقت، خلاص فهو كده حقيقي حاجه. لكن اللي بياخد اللي ادمانه طعام مش هينفع نقفل عليه في اوضه ما ندوش طعام نهائي. هو لابد ان هو هيتعرض للطعام يوما ما في حياته، فهنا عنده ازمه مختلفه، وبالتالي طريقه تعامله مع الايه، مع التعافي هتبقى مختلفه. ادمان الجنس، ادمان الاباحيه، طب ما هو انا هشوف ما في اي لحظه هشوف مشهد ممكن يبقى مثير بالنسبه لي. الجنس لا يمكن الانفكاك عنه بشكل تام في الحياه. فازاي الاشخاص دول محتاجين يعيدوا هيكله علاقتهم مع الايه، مع الماده. لكن بتاع ادمان المخدرات مش محتاج يعيد هيكله علاقته. فبالتالي هنا برضه هيبقى فيه خصوصيه. اذا هناك مشترك في كل الانواع الادمانات، انها بتيجي على الثلاثيه اللي احنا قلناها، اما بنيه تمتعيه او بنيه صراعيه او بنيه حديه ما بين الصراع والتمتع، وان هي بتيجي عشان تداوي مشاعر قديمه وتعيد مسرحه هذا الالم القديم. كل ديت حاجات مشتركه ما بين كل المدمنين، وبالتالي هيساعدني اني اديهم ادوات يتعاملوا فيها مع ده. بس في نفس الوقت اكيد محتاج اروح لبتاع الطعام واقول له الموضوع هنا هيبقى مختلف شويه، لان انت حبه عيني مش هتعرف ما تشوفش الطعام ده مره تانية. واروح لبتاع الاباحيات اقول له انت هتعيد يعني هيكله وتشكيل علاقتك مع الاخر. فبدل ما تستخدمه كأداة للإمتاع أنت محتاج، وبدل ما الجنس يتحول إلى وسيلة للسيطرة والهيمنة، أنت محتاج تعيد تعريف علاقتك بالجنس مرة أخرى عشان تشوف نعمة ربنا فيه وتبدأ تشوفه كوسيلة للاتصال والتعبير عن الحب والتعبير عن الذات. فأنت مش بس، ودي صعبة جدا، أنت بتخليه يقعد مع المادة الإدمانية ويبص لها بطريقة مختلفة. فدي حاجة بتبقى، فأكيد بيحتاج فيها إيه، مجهود إضافي. هناك مشترك، ولكن كذاب اللي يقول كل واحد وما فيش اي اختلافات نهائي. لا، هناك مساحه اخرى ايضا من الاختلافات هتقدر مع كل موضوع منهم بايه، بقدر. انا كنت اتعلمت من حضرتك في الفيديوهات يعني انه في كأن ممكن نحط قاعدتين، هي عدم التعرض وبعدين التعرض ومنع الانتكاس. فلو حضرتك مثلا خدنا ادمان زي ادمان الاباحيات او العاده السريه مثلا، وفي اسئله كتيره جات لنا على الموضوع ده، فهل ده يبقى عدم تعرض ولا تعرض ومنع انتكاس؟ طيب حلو قوي. ولا الناس ممكن تبقى مثلا اللي هو عشان برضو عبث الإرادة ده لسه فكر مسيطر على ناس كتير مننا، لا اللي هو أنا إن شاء الله هاخد بس القرار ومش هعملها. فاحنا محتاجين برضو يا دكتور عماد علميا حضرتك تقول لنا، هل نعول على الإرادة في الأول ولا أنا محتاج إن أنا ما أفكرش أصلا في موضوع الإرادة ده؟ طيب
هو السؤال ده بيتكلم من شقين. الشق الاولاني متعلق بفكره الاراده، الشق الثاني فكره المراحل المتعلقه بالتعرض وايه وعدم التعرض. الجزء بتاع الاراده عشان دايما الناس بتفهمه غلط، المدمن ما عندوش اراده، المدمن عنده اراده، ولكن هذه الاراده لا يعول عليها. ليه؟ لان هو ما عندوش استمراريه زمنيه لهذه الاراده. يعني هو النهارده عنده اراده، النهارده لسه مثلا لسه عذرا لسه ضارب، لسه واكل دلوقتي، ولا لسه بيمارس الاباحيه، يعني العاده السريه مع مشاهده الاباحيات، تجد عنده رغبه محترقه في التعافي، وعنده إرادة حقيقية، وعنده توبة حقيقية، وتكلميه فعليا يعني أنا فعلا ناوي ما ارجعش. قرار حقيقي يعني. بالظبط، وقرار حقيقي صادق على فكرة. أيوة. اللي بيحصل إن بكرة ما بتبقاش موجود، إن امتداد الإرادة زمنيا بيحصل فيه انقطاعات، لدرجة إن هم بيقولوا إن الإدمان علميا مش بس بيأثر على مركز اللذة ومركز المكافأة، وإنما بيأثر أيضا على الذاكرة. أنا ذاكرتي لهذا الموقف بحمله الانفعالي بالمشاعر المؤلمة في بعد الضرب، برغبتي في التوقف، ما بتبقاش موجودة بكرة. بيبقى عندي كده شعور شفيف والله بس باللذة اللي كانت موجودة. فالإرادة موجودة عند المدمن لكنها مش ممتدة زمنيا، فهو محتاج حاجة تساعده على الامتداد الزمني للإرادة. عشان كده بنستخدم المذكرات، ان هو يكلم حد، وان هو يحضر اجتماعات، وانه يفكر نفسه، وانه يدعي الصبح، وانه يقرأ كتير يوميا، وانه يكتب يوميا، عشان نقدر نعمل عملية الامتداد الزمني للإرادة اللي هو عنده فيها مشكلة أصلا. فالإرادة معلش أنا آسفة. اتفضل. طب هل التذكرة دي وان انا افضل حاطة قدامي الموضوع ده، هل ده مش هيعزز كراهية الذات هي دي او بقى الخزي نقطة مهمة جدا للأسف. وخلينا برضو نبقى يعني صراحة ومحبطين، احنا بنتعامل مع حاجة ليست بهذه السهولة. قعدت مع الإباحيات 10 سنين ولا حاجة، فأنا مش عايز أفضل بقى حياتي كلها متمحورة حول فكرة الإباحيات. وده هنجيله في المراحل. مش هتفضل متمحورة، بس في بداية التعافي هتفضل متمحورة. في بداية التعافي أنت محتاج عملية التذكير، واحيانا تعريف الذات من خلال كوني مدمن مش هيضرك خالص. ليه؟ لانه هو هيعالج الحته بتاعه الايه؟ التلاهي. هو للاسف هو في حاله كراهيه شديده للنفس، بيلهي نفسه عنها لحظات. يعني مشكلتنا كمدمنين ان احنا بنقعد متألمين وحاسين بالخزي، ولكن تيجي استثناء لحظات نتلاهى فيها عن الخزي، وبعدين نرجع له. لدرجه انه والله العظيم يرووا ان هو يقول لك وانا قاعد مع الناس وبضحك بنسى لحظات، بعدين افتكر انت عارف انت ايه، انت عارف انت مين. فهو عنده ده، بس احنا بنحطه بدل ما انا مدمن سيء ببدا احطه لا انا واحد محتاج يشتغل على نفسه. انا بدل ما انا مدمن فاسد اخلاقيا، لا انا مريض المفترض ان هو ياخد الدواء. زي بالظبط لما حد يكون هي تخيليها كده، ان هو عنده مثلا مريض سكر وكان عنده مشكله في المثانه، فكل شويه يدخل التويليت، فبدا يقول لنفسه ايه ده انا المثانه بتاعتي ضعيفه، ايه ده انا ما عنديش القوه ان انا اقدر استحمل البودكاست لمده ساعه ونص عشان قبل ما ادخل التويليت. وبعدين يكتشف انه مريض سكر، وان الموضوع ملوش علاقه بضعف ارادته، ولا ان هو هفأ، ولا ان هو ضعيف، ولا ان هو زي العيال ما بيعرفش يستحمل ومحتاج. لا، ببساطه الموضوع اللي عنده هو مرض محتاج ياخد دواء، فبيفتكر انه محتاج ياخد دواء ويظبط انسولينه قبل ما يدخل المحاضره لمده ساعتين عشان ما يحتاجش يدخل. هو ده بالظبط اللي بيحصل مع المدمن، ان انا بطلعه بره الألم اللي مستحوذ عليه ومسيطر عليه وبيعرف نفسه من خلاله، ولكن بإيه؟ باحتقار للذات، انت فاسد أخلاقيا، وحطه لا والله انت هتبقى مركز في البدايات فقط في موضوع الإدمان، وأحيانا ممكن تعرف نفسك من خلاله، لكن هتعرف نفسك كمريض محتاج ياخد دواء كل يوم، فمحتاج يفكر نفسه، يعمل ريمايندر على الموبايل ان هو يتناول دواءه عشان ما يدخلش في نفس المرحلة دي تاني. فده اول حاجه، ان احنا ببساطه في البدايه احنا محتاجين عمليه التذكير. احنا الاراده موجوده واحيانا بنختبرها، وممكن يكون المدمن ده شاطر جدا ويكون بيذاكر كويس ويكون عنده اراده في مساحات معينه، لكن الاراده فيما يتعلق بالرغبه في التعافي فيها أزمة، انقطاعات على المستوى الزمني. فأنا محتاج حاجة تدخل تعضد عندي الإرادة دي، تقويها. عشان كده بندخل فكرة التسليم لقوى أعظم منك، فكرة دخول الزمالات ودخول المجموعات، وان انت تحوط نفسك بالناس. طيب الإدمان بقى عموما أو التعافي بينقسم إلى مرحلتين. كل انواع التعافي ايا كانت الماده ايه بتنقسم للمرحلتين دولت، وده اللي بيخلي في بعض الناس عندها صراع، لان هم بيشوفوا ان دي مش مرحلتين وانما توجهين مختلفين في التعافي. ليه؟ المرحله الاولانيه مرحله عدم التعرض، المرحله الثانيه التعرض ومنع الاستجابه. مش هينفع ان انا افضل طول عمري ما بتعرضش نهائي لاي مثيرات نهائي، ده مش منطقي، عمره ما هيحصل، سواء في الطعام سواء في الاباحيات سواء حتى في المخدرات. ما انا هعدي من جنب اللي بيشرب دوت، وهيتجاب في المسلسل الفلاني لقطه الاثنين بيشربوا، فممكن تعمل لي تريجرنج. فانا كده عند مرحله معينه من التعافي انا محتاج اتعرض واستجيب استجابه مختلفه، اتعرض
وامنع استجابتي المعتاده دي. لكن ده مش هينفع في البدايه، بما ان احنا اتفقنا دلوقتي ان المدمن عنده الاراده فيها مشكله نتيجه هذه الانقطاعات الزمنيه ونتيجه ضعفه قصاد التريجرز، قصاد المحفزات، قصاد الكيوهات اللي ممكن تفكره تاني باللذه الادمانيه. اتفقنا ان انا عندي مشكله في الايه، الذاكره طول الوقت عماله تعزف لي حاجات لطيفه، فيجي لي محفز يفكرني بالحاجات اللطيفه يبقى تاثيره اكتر واكتر. ففي البدايه للاسف المدمن لا يعول على ارادته او على قراره، وانما يعول على تقفيل محترم ووضع حواجز ما بينه وبين التعرض للمثيرات، ما بينه وبين التعرض للماده الادمانيه وما يذكره بالماده الادمانيه. اشياء، اشخاص، اماكن بتفكروا بده ما بتعرض لهاش اصلا. عندي مشكله مع الاباحيات، في البدايه بحط البلوكات على الموبايل في حاجات معينه، ممكن حتى بستخدمش الموبايل وانا لوحدي، ممكن ابقى دايما احطه في وسط الناس، ابقى حاطط اللابتوب بره، اقرر ان انا اذاكر في كووركينج سبيس، في كافيه ولا حاجه في البدايات. ليه؟ لحد ما ارجع تاني الحتت المقطوعه في المساحه الزمنيه من الاراده اربطها صح. فاصبحت الاراده بتاعتي دلوقتي بعد دخولي برنامج التعافي، وبعد المذكرات اللي موجوده حواليا، وبعد وجودي مثلا في زمالات او غيره، بعد ما عرفت ادخل حتى علاقتي يعني، او ادخل نعمه ربنا في حياتي، وادخل علاقتي بربنا يبقى ليها الحيز والتسليم بقى ليه، خلاص اصبح ان الفجوات اللي موجوده في الاراده بقت اقل. ساعتها بقى ممكن ادخل في المرحله اللي بعديها، هي فكره التعارض ومنع الاستجابه، ان انا اعيش حياتي اوسع شويه. يعني ممكن مدمن الاباحيات يجد صعوبه في البدايه ان هو يتفرج على مسلسلات، يجد صعوبه ان هو يسمع الاغاني القديمه اللي مرتبطه باللي كانت بتعمله تريجرنج، يجد صعوبه احيانا ان هو يروح مثلا الشط وممكن يشوف مثلا بعض الحاجات اللي ممكن تبقى بالنسبه له مثيره او مستفزه، هو مقفل في البدايه لانه عارف ان ده ممكن يتريجر، فيروح رايح عامل ايه نفس النظام. لكن هو نفس الشخص ده، مش بقول لك تعيش عمرك كله كده، بس على الاقل في السنه الاولانيه ولا اول كام شهر على حسب الايه نوع الادمان. بعد كده هتبقى عندك ما يكفي من طقوس التعافي ومن الادوات والمهارات اللي تخليك اكثر قدره على ان انت تتعامل مع بعض التريجرز. عشان كده دايما نقول ان التريجرز علاقتك بيهم بتختلف مع الوقت. الحاجات اللي كانت بتوقعك امبارح مش هتبقى بتوقعك بكره، خلاص بقى انت فعلا بقيت اكثر متانه قصادها. مكالمه صاحبك اللي بيقول لك تعالى اضرب معايا او تعالى اشرب معايا دي النهارده كانت توقعك، لكن بكره لا، ما بقتش تفرق معاك لان بقى عندك مكاسب. فانت في المرحله الاولى كلنا بنبقى في التعارض ومنع الاستجابه. عشان كده تجد كلنا بنبقى في عدم التعارض، المرحله الاولانيه كلنا بنبقى في عدم التعارض. عشان كده تجد بعض الناس يقول لك لا، عدم التعارض ده عباره عن باند ايد بس، عباره عن ضماده مش اكتر، انت بتلصم نفسك. في البدايه انا بلصم نفسي، لاني لو اتعرضت دلوقتي انا مش ما عنديش هذه المتانه النفسيه للتعامل. وناس تانية تقول لك لا، التعافي هو طول الوقت عمليه عدم تعرض تامه. لا، برضه ده مش صحيح تماما. لو وصل بيك التعافي لدرجه انه منعك ان انت تعيش حياتك، وان انت تحصل على المرح، وان انت تعيش زيك زي اي انسان طبيعي بنفس القدر، في فكره ان انت ما بتروحش للتريجرز الاصعب، بس في النهايه انت بتروح، يعني خلاص مش هتفضل بقى عمرك كله مش عارف تتفرج على التلفزيون، ولا عارف تروح المولات، ولا عارف لا خلاص عند مرحله معينه بتبدا توسع الدايره بحكمه، وبترجع فيها للناس اللي سبقتك، وبترجع فيها يعني لدوائر الدعم بتاعتك. فاللي بيحصل ان احنا مش بنتكلم عن طريقتين، وانا بنتكلم عن مرحلتين. يعني المرحله الاولانيه على حسب الشخص وعلى حسب الادمان تاخد بقى قد ايه، بس في النهايه كلنا بنروح للمرحله اللي بعديها. كلنا عند مرحله معينه الادمان بيبقى ذكرى، ودي برضو من النقط المهمه جدا. الادمان عند مرحله معينه بيتحول الى فعلا الى ذكريات مؤلمه. الادمان ده كان جزء من حياتي، كان سنوات معينه 10 15 سنه كان موجودين. انا الذات على راي بول ريكور هي عباره عن قصه، فهو في مشاهد من القصه دي كان فيها مدمن، فهو هيفضل المشاهد دي هتفضل موجوده، مش هتمحى تماما، وهيفضل مخلي باله ومركز عشان حياته ما تبصش زي كده مره تانية. هل هيفضل بهذا الضعف في الاراده؟ لا طبعا. واللي يقول كده بصراحه كاذب، يعني فعليا لا، مش للدرجه دي. هيبقى بياخد باله وبيحاسب، يعني مثلا مش هروح اشرب كحول مره تانية. لو هو ده اللي انت بتدور عليه، ايه ده انا هفضل مدمن يعني ما اعرفش اشرب كحول تاني؟ مش هعرف اشرب كحول تاني. ايه ده يعني مش هينفع ان انا اتفرج على اباحيات تاني؟ مش هينفع اتفرج على اباحيات تاني. لكن هل كل صوره بتعدي قدامي هتوديني لكده؟ لا، اللي يقول لك كده كذاب. هل كل واحد بيشرب قدامي هيؤدي الى ان انا اقع؟ فاول التعافي ممكن يؤدي لكده، لكن بعد كده لا. لكن ما تروحش انت تشرب. فانت عارف بقى دلوقتي ان ايه، ان التريجرز بتاعتك كان واحد يشرب قدامك، او يكلمك في الموضوع، او تتفرج على مشهد في التلفزيون له علاقه بده، او ان انت تشرب. كل ده ما بقاش يتعبك، بس ان انت تشرب تاني بيرجع الكريفنج. فانا هفضل حساس قصاد الماده الادمانيه، مش قصاد التريجرز بتاعت الماده الادمانيه، قصاد الماده نفسها. فيا سلام ان انا يبقى عندي بس مشكلتي مع المشهد الاباحي البيور، لا سهل.
وعلى فكره هو برضو اللي بيحصل ان انا هيبقى عندي القدره ان انا اطفيه، بس ما اروحش بقول بقى هتفرج عليه كامل ومش هقع تاني في نفس النظام ده مره تانية. طيب وبالنسبه بقى، طب بالنسبه للناس اللي ما ينفعش ان هي ما تتعرضش زي مدمن الجنس مثلا او مدمن الطعام، اللي بيحصل ببساطه هو ان في البدايه بيبقى في عدم تعرض لدرجه انه ممكن يمشي بالنظام المملى عليه، ما يدخلش حاجات تانية اضافيه ويخلي باله من فكره ان هو يبقى عنده مشاعر غير محتمله ويروح رايح للطعام او غيره، لحد ما تتحول العلاقه بتاعته مع الطعام، لحد ما يبقى الطعام مش مخدر ومش مغير للحاله النفسيه، وانما بيستخدمه من اجل احيانا الاستمتاع بالطعام لانه احد نعم ربنا علينا. فلما يغير النظام بتاعه، ففي الاول هيبقى ماسك جدا ومخلي باله من انواع كتيره جدا جدا من الطعام، بعد كده بتلاقيه بيدخلها يعني بجرعات معينه وباريحيه اكتر، لان العلاقه بالفعل اتغيرت، فدخل في المرحله الثانيه بتاعت ايه، بتاعت التعرض ومنع الاستجابه. بس هو لازم برنامج، ما ينفعش يتمشى حبي كده على حسب برضو اللي وصل لفين. يعني مثلا ساعات تشوف شاب مثلا عنده 15 سنه وعنده مشكله مع الاباحيات بقى لها كام شهر، هقول له بقى انت مدمن لا يعني برضو ما بيبقاش لازم اقول له بقى انت مدمن وانت لازم برنامج ولازم تروح زماله لا، احيانا ممكن فعلا يتحسن، احيانا بحد كبير يبقى موجود معاه كده ويساعده شويتين ويفضفض له شويه، فتلاقي الدنيا اتحسنت جدا. طب يجي لي واحد بقى له 15 سنه واتجوز، وبعد ما بيخلص حتى علاقته مع زوجته بيقوم يتفرج على، لا احنا هنا بنتكلم في حاجه خلاص خرجت عن السيطره، بدا يبقى مثلا نوعيه الحاجات اللي بيتفرج عليها بقت تبقى مؤذيه مثلا، او بدات تطلع بره الاطار الطبيعي المعتاد بالنسبه له، بدا يبقى في تغييرات في الميول موجوده عنده. لا هنا بقى في اللحظه ديت انا محتاج برنامج. هل البرنامج ده لازم يكون برنامج علاجي يعني مع طبيب؟ احيانا ممكن يفيدني لو الشخص ما عندهوش مشاكل شخصيه ضخمه قوي ان انا اروح زماله او ان انا اروح مجموعه تكون بتساعد في حاجه زي كده. بس لما يكون احيانا في لا على مستوى الذات بقى في مشاكل كتير جدا، عنده مشكله مع عياله وعنده مشكله في العصبيه وعنده مشكله في الغضب وعنده صدمات طفليه، غالبا هنا التدخلات العلاجيه بتبقى مهمه. فمش هقول والله ان هناك قاعده عامه ان لازم اي حد عنده مشكله في سلوك قهري يبقى هو مدمن، مش كل حد عنده مشكله في سلوك قهري وتحول الى مدمن هو محتاج برنامج، ومش كل برنامج هو علاجي بمعنى لازم يبقى مختص مع ايه، مع طبيب او غيره. فاحنا لا الموضوع فيه سعه كبيره، وانا من النوع بصراحه اللي ايه لا برحب بالحته دي. يعني احيانا في ناس بتتعالج والله عن طريق مساحات روحيه، ناس بتتعالج عن طريق علاقه صادقه مع صديق قدر فيها يبوح لي بالحاجه اللي شغلاه واللي تعباه. احيانا والله تحسن العلاقه مع الاهل ممكن يداوي ويساعد بشكل كبير جدا. احيانا زيجه جيده وفيها تفهم وقبول وسددت كتير جدا من الاحتياجات ورممت وعملت كوركتيف اكسبيرينس، تجربه تصحيحيه للالام القديمه، احيانا ممكن تداوي بشكل كبير جدا جدا. واحيانا بنحتاج ان احنا يبقى في بقى مجموعات اكثر اختصاصا، واحيانا بيكون في بقى ايه احتياج لاختصاص بقى لا يعني يبقى في مختص معنا طبيب او معالج نفسي. في العلاقة مع الله، فكرة إن أنا أؤمن إن في إله في الكون ده أعظم مني، والإله ده له صفات معينة، إن هو إله محب ومعتني وأهل للثقة، وأقدر إن أنا فعلا أبقى واثقة في مشيئته لي وإن أنا أسلم له. إيه الفرق بين التسليم وإن أنا أبقى متواكلة؟ طيب هو السؤال هنا برضو مركب قوي، خلينا ناخد الجزء الاولاني متعلق باهميه وجود العلاقه ديت. الادمان عمليه التمسرح اللي احنا قلناه من شويه هي بتبقى عباره عن عمليه تمسرح او اعاده صياغه او اعاده تمثيل لتجربه قديمه. هذه التجربه القديمه غالبا ليها علاقه باحتياجات غير مسدده او بالم معين تعرض ليه الشخص. لابد دائما ان يكون هذا الالم اللي تعرض ليه الشخص او الاحتياجات غير لا محاله تكون مرتبطه ب، مش لازم يكون الاب وحش او الام سيئه، احيانا بيكون الطفل نفسه عنده رغبات لا يمكن اشباعها، عنده احتياجات لا يمكن تسديدها اصلا، فهو من الاول عنده جوع لا يمكن لشيء ان هو ايه ان هو يلبيه. ففي البدايه اللي بيجرى ان الازمه الرئيسيه اللي بتحصل في نفس كل مدمن وفي نفس كل حد فينا هي بتبقى ازمه علائقيه. طالما الازمه العلائقيه دي كانت مبكره جدا، قالب العلاقات بتاعنا كله بيتهز. شعورنا اصلا ان احنا اهل للمحبه، مستحقين لتقدير الاخر او لفخره او لمحبته او لتواجده او لعنايته، بيحصل فيه خلل، بيحصل فيه شرخ عظيم جدا جدا. وبالتالي حتى لما بيدخل الدين فوق هذا الخلل ما بيتشربوش النفس بشكل كامل، بيفضل دايما المؤمن رغم انه مؤمن بس مدمن بيفضل دايما عنده شعور بان هو بعيد قوي مش زي الناس ديت، بيبقى واقف في نفس الصف في المكان التعبدي شايف ان اللي جنبه ده اقرب، لكن انا يا دوبك جاي عشان اسكت غضب الله تجاهي، بس جاي بس عشان امنح نفسي امهال واطلاق سراح مشروط كده مؤقتا لوجود غضبه، فبيبقى لكن عنده أنا كده غير مستحق للحب أصلا. بالظبط. فبالتالي هو من البدايه في شعور عميق جدا جدا عندنا، deep sense of insecurity، شعور عميق باللا امان، انعدام الحمايه، المتروكيه والمنبوذيه، وان احنا ملقى بنا في هذا العالم بدون رعايه. ويقولوا لنا في المواعظ ويقولوا لنا في الدين ان احنا بالعكس انت على عين الله وهناك خطه لحياتك وان ربنا بيحبك. أكيد الدنيا كلها بس مش أنا. بالتالي هنا بقى الإشكالية ديت، الشرخ العميق ده لابد من ترميمه. غريزة، أنا بحب أسميها كده غريزة
الخضوع بالظبط، غريزة الخضوع. احنا محتاجين قدر من الانسحاق والخضوع والاتكاء على قوة أعظم مننا. ولما تكون القوة أعظم مننا هي إله محب كامل عطوف معتني أهل للثقة بيحبنا حب غير مشروط، لما يدخل هذا التصور جوه دماغنا، على فكرة نتكلم بصراحة سواء التصور ده تجاه الله أو تجاه إنسان في البداية، فأنا محتاج هذه العلاقة التصحيحية اللي ترمم الشرخ. بس للأسف البني آدمين ما بنعولش عليهم قوي في الأول، لأن غالبا البني آدمين ده احنا صعب قوي إن احنا نتفهم نقص نقص أو محدودية البني آدمين في البداية. فاحنا عايزين هذا التمثيل اللي موجود الصوراني جوه دماغنا لهذا الآخر الكامل الذي يمكن التعويل عليه. الآخر الكامل غير المتزمن دوت اللي مش بيتأثر بالزمن ولا بيتأثر بالمكان ولا بيتأثر بالفعل بشكل مباشر، مش بيغضب لنفسه، مش انفعالي، مش بيحابي. يبدأ التصور ده يتحسن وابدأ اعمل علاقة بالله وابدأ ارمي عليه اكتر، ارمم الشرخ اللي موجود وارمم ازمة غريزة الخضوع. فابدا المنطقه بتاعه الاخر جوايا اللي حصل فيها الشرخ اللي هي اصلا محوريه في اعاده التمسرح تبدا بقى تهدى. ده نمره واحد. نمره اتنين، طب معلش في نمره واحد، احنا اصلا مش بنعرف ربنا غير من خلال الناس في العلاقات الاوليه خالص. فازاي لو انا اصلا تعرضت لصور مشوهه عن ربنا، مش دي الصور الحقيقيه، فلما اجي اقرا مثلا الكتاب المقدس او اقرا اي كتاب ديني ابقى مش قادره ابقى شايفه ربنا بالصوره الحقيقيه بتاعته. فازاي افصل وايه الحقيقه هنا؟ جميل. وازاي احكم ان دي حقيقه فعلا؟ كان من اجمل الحاجات اللي سمعتها كانت جمله في فيلم بيتكلم عن الادمان. انا فاكر كان اسمه بيل دبليو، كان بيتكلم عن بدايه الكحولين المجهولين وغيره. فكان الشخص كان عنده تصور مشوه عن الله. العقيده نفسها مظبوطه بس هو تمثيله النفسي لله فيه مشكله، تمثيله النفسي لله فيه فيه تشويه. فجال المشرف بتاعه او يعني الشخص الاكبر منه بقى اللي هو مشى في سكه التعافي قبل منه فتره، فقال له كلمه جميله جدا جدا. قال له: جازف ولا تكن جبانا في ان تتبنى تصورك عن ربنا. يعني ايه؟ يعني انا عندي صوت جوايا بيقول لي لا انت منبوذ، صوت بيقول لي طب ليه يا رب مش عارف ايه، صوت اصوات كتيره جدا، اصوات الناس اللي ممكن تكون شوهت هذا النموذج، اصوات الاشخاص اللي انا خلطت ما بينهم وبين تصور ربنا عز وجل جوايا. يعني ممكن يكون ابويا مثلا شخص متدين او امي او عندي غضب منهم، فانا ابدا اعمل هذا التحول. فلما قال له جازف انك تتبنى تصورك الخاص عن ربنا، العجيب واللي انا هقولها لك على بلاطه يعني ان احنا رغم هذا التشوه اللي موجود هناك بذره عميقه جدا في نفوسنا فيها تصور رائق للغايه عن الله، بس احيانا بنبقى اجبن من ان احنا نقول هو ده فعلا. بنبقى طول الوقت متاثرين بالفكره الفلانيه والصوت الفلاني وكلام فلان وكلام فلان وبعض التجارب اللي احنا بنقولها بشكل مشوه ومش عارف واقاويل فلان ونموذج مثالي لما ينبغي ان اكون عليه لكي اكون متصل بالاله. لكن والله هذا تحس ان هي جزء من فطرتنا، جزء احنا ما اعرفش مجبولين عليه، جزء حنين عجيب جدا جدا، نداء موجود طوق داخل هذه الروح للاتصال بهذا المطلق الحقيقي. والعجيب جدا ان هذا المطلق الحقيقي هذا الاله بقى بالفعل اللي خلقنا، مش الاله اللي تم تخليقه لينا بشكل مشوه نتيجه هذه التجارب المختلفه اللي شوهت هذا التمثيل النفسي، ده اللي احنا بنكتشف في النهايه اللي عائقنا قصاده هو هو الجزء المشوه. ولما بنروح لده بنكتشف ان ده اللي ملائم اصلا او ده اللي مشبعنا. ومش بس كده، وكمان هو اللي شبه النصوص المقدسه. يعني هتلاقي دايما النصوص المقدسه او الايات او غيره بتتكلم عن ده، بس تشوه حصل في الطريقه اللي احنا بنتلقى بيها هذا الامر. فاللي حاصل ان احنا بنعمل عمليه التنظيف، بس احيانا بتحتاج قدر كبير جدا من الشجاعه، احيانا بتحتاج هزه كبيره جدا جدا. هي مش كده بايظه، مش كده الحياه خربانه. طب ما تجازف ان انت تتحلى بتصورك الخاص عن الله، ما تجازف من انت لو الخوف مليك قوي والشكل بتاع الله المعاقب واللي رافض ده هو اللي مليك. طب ما تجازف بان انت تتبنى ولو تكلفا هذا النموذج الرحيم، نموذج الرجاء، نموذج المحب المعتني اللي فيه علاقه شخصيه بتربطني بيه، اني مش مجرد رقم في عداد مخلوقاته، واني مش محتاج طول الوقت اقدم القرابين من اجل ان انا اخفف غضبه تجاهي. ما تجازف بان انت تعمل حاجه. ده المشهد اللي كان موجود في الفيلم بصراحه اثر فيا جدا، لاني حسيت ان هو فعلا هو ده. انت محتاج تعمل هذا التبني المتكلف في البدايه، ان تجازف بايه. عشان كده دايما في الزمانات يقعدوا يقولوا الله كما نفهمه، الله كما نفهمه، الله كما نفهمه، إله المحب المعتني أهل للثقة اللي مفيش مشروطية لمحبته وعنايته. يعني انا هبدأ. طيب ده كده الجزء اللي احنا قلناه، فاضل بس الجزء بتاع التواكل بقى والتسليم. انا مهما قعدنا اتكلمنا النهارده عن التسليم لا يمكن ابدا ان اوفيه او ان انقله الى الى اخر. زي ما بيقولوا كده يعني هو خبرة شخصية. بالظبط.
إذا اتسعت الإشارة ضاقت العبارة. التجربة نفسها من ضاق عرف ومن عرف اغترف. لا يمكن أبدا أبدا مهما حاولت إن أنا أشرح لك التجربة الذوقية بتاعت شعور التسليم، محال، هتفضل برضو محتاج تجربها. لأن إحنا أحيانا بتجدي تسليم مقنن وممنهج، فأنا هسلم بس هسلم لربنا بأن هو يعمل لي الحاجة زي ما أنا عايزها في الوقت اللي أنا عايزها، فأنا بسلمها لك عشان تعملها لي. فبسلم لربنا تسليم المخطط الذي يسلم للمنفذ. طبعا ده مختلف تماما عن التسليم. واحيانا نروح رايحين لدرجه اخرى خالص من التسليم تشبه عمليه الاستسلام، فنتخيل ان احنا مجرد ريشه في مهب الريح بيحركنا القدر كيفما شاء، وان احنا اصبحنا مغلوبين تماما على امرنا. والموضوع خرج بره فكره وجود خطه ووجود قدر الى فكره المغلوبيه، الى فكره الانفعاليه، الباسيفيتي، المفعوليه في الدنيا. ان يقول لك الحاجات بتحصل لي، انا مش مساهم فيها باي شكل. فبنروح لدرجه برضو اخرى مشوهه من الايه اللي هي بقى الشكل التواكلي. بس هو التواكل مش هو الازمه الوحيده اللي قد تصيب التسليم. التسليم في ازماته كثيره جدا جدا، بس اجمل ما في التسليم ان انت كل ما بتشتغل عليه كل ما بتنقح مساحات من من التلوثات اللي موجوده فيه يعني. وخلاصه التسليم للامانه، اذا لم تستطع ان تجربه مع الله مباشره في البدايه، احيانا عشان اوصل لفكره الخروج بره الذات لاله بالمعنى التعبدي والاتصالي، احيانا عند الادمان بالذات بيبقى فيه صعوبه فعلا يعني. فاحيانا بيجي الموضوع بالتدريج. هو اهم حاجه تجاوز الذات. تجاوز الذات لمعنى احيانا والله العظيم تجاوز الذات بيبقى بخدمه، ان هو يقعد في الاجتماع ويقوم يعمل الشاي للناس. هو بيتجاوز، هو عمره ما كان بيخدم بني ادم ولا بيركز مع بني ادمين. احيانا تجاوز الذات ان هو يبدا انا عايز اطلع بره نفسي، اروح لاخر يقول لي، اقول له والله انا دماغي بتقول لي كذا، فيقول لي افعل كذا، اعمل حاجه مختلفه. فقرر اشيل رغبتي دي على جنب اللي انا عارف ان فيها عطب دلوقتي، واروح مع مع كلام الاخر. ده احيانا بيمهد لفكره الاتصال بما هو اعلى. فاحنا اللي يهمنا دلوقتي الخطوه الاولى من التسليم هو تجاوز الذات، بان احنا نبدا نشوف حاجه اكبر مني، اكبر من صورتي واسمي ومنظري، اكبر من يعني فكره المعنى الخدمي دوت، فكره المعنى ان انت تعمل حاجه لاخر، فكره ان انت تستقبل بني ادم كان بيعاني. مش بمشي الحياه يعني بدماغي، زي ما بالظبط بدماغي. ده هنوصل له بقى تدريجيا مع الوقت. تلاقي التسليم يبدا يزيد ويزيد، وتلاقي الموضوع الاتصال بقى بيبقى بالله، بالمعنى، بالقضيه. وتلاقي بقى حتى التعافي نفسه يبدا مع الوقت اتصال بالتعافي نفسه، فكره التعافي في حد ذاتها. وتلاقي نفسك خلاص بعد ما استقريت انت بتمنحها الى اخر. فتلاقي درجات جديده من التسليم والاتصال بما هو اكبر منك تختلف تماما عن بس مش هنقول ان هي الدرجه المثلى هي اللي لازم تتحقق من اول يوم عشان تعرف تتعافى. لا، انا بقول لك احيانا فكره ان انت بس تطلع بره دماغك وتقرر ان انت احيانا والله تتعافى من اجل ابنك ومن اجل بنتك ومن اجل زوجتك ومن اجل جوزك. ان احنا نعمل ده احيانا، ده ممكن يكون في البدايه يكون خطوه اولى نحو التسليم. يعني احنا اتفقنا انه التسليم ده شيء مهم جدا، سواء لله على قدر فهمي، على قد ما انا قادره استوعبه. ومش عيب خالص ان انا اروح لربنا اسلم له الحاجه الخفيفه خالص اللي انا عارفه اسلمها له. صحيح. ولو انا مش عارفه اسلم او مش عارفه اتبنى اصلا علاقه حقيقيه مع الله، هل كافي ان انا اروح بس اقول له ان انا مش قادره اتبنى العلاقه دي؟ يعني ايه؟ ما هو هي الخطوه الاولى بتقول ايه؟ اعترافنا اننا بلا قوه امام ادماننا وان حياتنا غير قابله للاداره. احيانا التسليم بيجي نتيجه ان الحمل بقى تقيل. يعني ايه؟ يعني انا من كتر ما الحمل بتاع الحياه الخربانه ما تقل قوي، انا برميه خلاص، ما عدتش قادر. عارف لما شايل حاجه تقيله جدا جدا عند مرحله معينه ايدي خدلت، ايه اللي هيحصل؟ هرميها. بالظبط. فهو ده عمليه التسليم. احيانا التسليم بيكون مداواه لذات لما بتبص لحياتها بتحس الموضوع اصعب من قدرته على انه يعدلها. تحس ان الحياه فيها خراب كتير، فيها خسارات كتير، فيها مشاكل كتير. هلملم ده كله امتى؟ فلما يدخل التسليم يخفف على القلب دوت. ارميها بس، مالكش دعوه، ارميها. انت كل اللي انت محتاج تعمله النهارده هو ايه؟ انك تركز في النهارده وبس، انك تفضل مبطل النهارده، انك تعمل السلوكيات المطلوبه منك النهارده، الطقوس اللي مطلوبه منك النهارده، الواجبات اللي مطلوبه منك النهارده. مش مطلوب منك ان انت تطلع الاول، مطلوب منك تذاكر النهارده وبس. مش مطلوب منك انك تبطل، مطلوب منك تحضر اجتماع النهارده، مطلوب منك تجرد النهارده، مطلوب منك تدعي النهارده. مش مطلوب منك غير النهارده وبس. فالذات اللي بتبقى عندها مشاعر غير محتمله وحاسه بالخزي وبتعيد مستصرحه الماضي القديم، لما تيجي تقول لها لا بقول لك ايه عنك انت ده كل ده، ارمي ده كله، كل محتاجه منك ال 24 ساعه اللي انت فيها دي. فده في حد ذاته لا بيهدي جدا المشاعر غير المحتمله، لدرجه ان انا اعتقد ان النموذج الاكثر اشتهارا او الاكثر نجاعه بصراحه والاكثر توفيقا يعني هو النموذج ده. النموذج اللي بيقول له والله لا، انت لو حاولت تتعافى وتصلح الحياه هتتعب. ليه؟ لان هيجيلك مشاعر غير محتمله، هتروح للادمان تاني. كل المطلوب منك ارمي ده كله، ومن كتر التعب ارفع ايدك بس كده، قول خلاص والله ما عدتش قادر، الحياه اصبحت غير قابله للاداره من قبلي انا، والاراده نفسها اصبحت لا يمكن ان انا اعول عليها لحد بكره. فانا مش هعمل حاجه خالص غير ان انا هستخدم الاراده
الاراده بتاعت النهارده وبس، واشتغل على هذا الفعل الصحيح التالي وعلى دوري النهارده وبس. هو ده. فلما احيانا ما بيكونش اختيار، احيانا بيكون التسليم جاي نتيجه ان سأم، نتيجه طفحت خلاص، فاهم؟ بقى معدة في ممتلئة زي ما حضرتك بالظبط بتقول ايوه، زي على معدة ممتلئه، ان فعلا كانت الظروف لا الفضيله هي التي دفعتنا. وده اللي بيخلينا نقول ان سبحان الله التعافي مش بالضروري فيه تكون النيه في الاول خالصه لله، احيانا بتكون النيه هي السأم من شكل الحياه. ودي بقى فكره الرحابه الجميله اللي موجوده عند ربنا، او موجوده حتى عند المطلق عموما بقى. يعني ان انا لو جالي ابني بيتعامل معايا بشكل نفعي، لان انا انسان محدود هبقى متضايق، بس لاني ابوه خلاص هقول يلا يمون، او يعني العشم مش مهم واخده. لو الشخص ابعد شويه ممكن ده ينفرني، لكن كل ما كان الشخص اقرب مني ممكن يبقى هو بيتعامل معايا بشكل نفعي واكون انا قابل ده. فما بالك بالله ان هو ببساطه، هو انا والله انا لو كان بالاختيار ما كنتش جيت، هو بيقبل. لو لولاكش ان انا الحياه اصبحت غير قابله للاداره وبتاع، فانا محتاج دلوقتي مساعده في اصلاح هذه الحياه. هي دي بقى الفكره، ان انا بروح مش بالضروري، لان دي برضو من النقط اللي ساعات الناس بتتقل على المدمن في البدايات وبتخليه بتيأسه وبتقنطه كده من النمو، انه يبقى محتاجه من البدايه رايح بيرفكت، رايح خالص النيه، ورايح عنده اراده حقيقيه ومحبه كامله احيانا بيبقى رايح عشان الحياه ما ينفعش تعيش كده بس، فهو عايز حل. فيجي حد يقول له والله بقول لك ايه، ما ترمي ده كله وتركز في النهارده وبس. ارمي ده بمعنى ايه؟ بمعنى التسليم. طب انا مش عارف اسلم لله، بس ارميه، مالكش دعوه، ما تفكرش في بكره. هو ده احيانا زي ما نقوله كده، يقولوا التسليم افعال مش مجرد مشاعر. ايه الفعل؟ فعل اني بقوم بدوري وماليش دعوه ببكره. عشان كده دايما نقول للمدمن كل ما تجيلك الفكره متعلقه ببكره، متعلقه بالسنه الجايه، مالكش دعوه بيها، النهارده وبس. قوم بدورك النهارده وبس، اشتغل على الفعل الصحيح التالي وبس. ده مع الوقت هينمي عمليه التسليم اكتر. دي فكرة محررة جدا يا دكتور عماد. يعني فكرة انه انا مش رايحه لربنا يعني انا ربنا مش مستنيني بطقوس عشان يقول لي برافو وتمام تعالي انت ليكي مكان. لا، ده كأن انا رايحه له باوحش حاجه، انا حياه غير قابله للاداره. صحيح مش عارفه اعمل فيها حاجه. صحيح. وجاي ارميها له كده، اقول له ساعدني ان انا اعيش النهارده بس. وانا وده اللي بيخلي بقى الشخص مع الوقت يبدا يحس انه التعافي شغال. المرة بيبدا يحس براحه، لانه رمى حمل. هو فعلا المدمن طول الوقت حمل الاوفر ثينكينج، وحمل التفكير في بكره، وحمل الالم الماضي، ومره واحده بيلقى وبيتقال له 24 ساعه بس. ايه ده شيء فعلا محرر للغايه، وبالتالي بيبدا فعلا يديله حافز اكتر لاستمراريه عمليه التعافي. عشان كده على فكره برضه انا بقول كده ان النيه في التعافي في البدء لا بأس تكون نفعية، لا بأس نهائي ان انت تبقى رايح عشان تنتفع، رايح عشان ترتاح. زي ما كنت بتروح للإدمان عشان ترتاح، انت هتلاقي في التعافي اللي انت كنت بتروح له فكرة انت رايح عشان ترتاح بس. وبرضه افتكر كلمة حضرتك كنت دايما بتستخدمها، ان أسوأ يوم في التعافي هو احلى من احلى يوم في الإدمان. صحيح. برضه من ضمن الحاجات اللي مذاكرة انا يعني اسألني بس عايزة اكمل اصلا الكلام بس. انا بحس ان العلاقات احنا بندخلها باللاوعي. هو مش بحس، هو فرويد يعني هو اللي قال كده، ده مش تفضل مني يعني. صحيح. احنا بنعيد في حاجه، في علاقه احنا مش فاكرينها، بس هي موجوده وبنعيدها. صحيح. اللي عايزه اسال حضرتك فيه يا دكتور عماد، احنا ليه علاقه انا شايفه انها ما ينفعش تكمل وخلاص كلنا عارفين، وعلاقه بايظه خالص، مش قادر ان انا اسيبها، مش قادره، عايزه اكمل في العلاقه دي عشان في دين انا محتاج ادفعه. زي ما انت قلتيها كده، في دايما علاقه اصليه حتى لو تخيليه موجوده جوايا. العلاقه دي انا اترفضت فيها، او الاخر ما بصليش، ما حبنيش، ما فخرش بيا، ما كنتش جدير بالحب في عينه، ايا كان ده موجود جوايا. دي بتبقى جزء من تاريخي الشخصي، تاريخي النفسي، ان يبقى عندي هذا الاخر الداخلي اللي فيه حته ناقصه في علاقتي بيه. طيب الحته الناقصه دي بتبقى ملحه جدا، فانا هحتاج حد يديني الحته، او يعني احقق مع الحته الناقصه، اسدد مع الدين. طب عشان اسدد الدين لازم الحد ده يبقى اولا محتاج يعيد معايا تخليق هذا النموذج مره اخرى. فانا اختار حد شبه اللي جوايا، او شبه اللي انا تعرضت له بالفعل، او اللي تعرضت له في تخيلي. اما مثلا ان بابا كان مشغول فانا اعتبرته اب منسحب ما حبنيش بما فيه الكفايه، فانا اروح ادور على شخص منسحب، شخص ما يحبنيش بما فيه الكفايه، مع ان في الوعي بقول انا مستحيل ان انا ارتبط. ودي برضه النقطه اللي احنا قلناها من الاول، ان احنا للاسف اللي بيحركنا مش الاراده فقط، اللي بيحركنا احيانا الصراع الداخلي، الشكل الشفيف الخفي الرمزي اللي طول الوقت بيلح علينا ان احنا نعيد تخليق الظروف القديمه
ابتغاء الحصول على نتيجه مختلفه، يلا بينا نحاول نحصل على نتيجه مختلفه، يلا بينا نسدد هذا الدين. فدور على شخص منسحب واحاول اخليه يحبني، ادور على شخص يقلل مني واحاول اثبت جدارتي في عينه، ادور على شخص محطم وممزق وغير مسؤول ومستهتر واحاول عن طريق العطاء بالحب اغيره، فيكون لحبي تاثير قدسي، تاثير بقى اللي هو الايه، الحاجه اللي بتمسح فبتغير كل شيء وتجعله على ما يرام. فاللي بيحصل ببساطه ان احنا بندخل العلاقات ديت مش عشان احنا عايزين نتاذى، لا، هو بندخل العلاقات دي عشان ندور على حد نسدد معاه اللي احنا ايه، اللي احنا مفتقدينه قبل كده. فندور على حد يشبه ألمنا، يشبه الاشخاص اللي موجودين في تخيلاتنا وفي تجاربنا القديمه، ونحاول نحصل على نتيجه مختلفه. المشكله مش في دخولنا العلاقات او في الشبه، المشكله دايما في اللعبه بتاعت ان احنا هنحصل على نتيجه مختلفه، لان الحقيقه ان احنا ما بنحصلش على نتيجه مختلفه، وان احنا كل اللي بيحصل ان احنا بنعمق هذا الدين اكتر واكتر واكتر، فنفضل مشغلين عمليه قهر التكرار دي دائما. فازمه العلاقات ان احنا محتاجين للاسف ان احنا نوقف عمليه التكرار القهري ديت، عمليه اعاده التخليق، اعاده التمسرح مره اخرى داخل كل علاقاتنا، بان احنا هنتساب وبعدين عند لحظه معينه بقى ده الشكل التخيلي هيرجع يحس بقيمتنا ويرجع لنا ويقول لنا قد ايه ان هو عرف في القيمه ديت وندمان وبتاع. فالتخيل ده للاسف التخيل الفردوسي ده ما بيحصلش في الدنيا، بس احنا طول الوقت عايزينه. بس عشان نوصل لهذا التخيل احنا محتاجين نجيب الدراما في الاول، محتاجين نجيب الالم، واحنا محتاجين نجيب الانسحاب والترك والهجر. فللاسف اللي بناخده ما بناخدش التخيل ده، بناخد الايه اللي احنا جبناه بس، بناخد الهجر والترك والايه والانسحاب. عشان كده الام الماضي وعلاقات الداخليه محتاجه تتحل ما قبل ايه، ما عشان نعيد تشكيل قالب العلاقات اللي بايظ دوت، ما قبل دخولنا في علاقات معينه. لان نموذج الجاذبيه بتاعنا اصلا او الانجذابيه بتاعنا بيبقى فيه عطب، بيبقى فيه مشكله، ان احنا بننجذب اصلا للاشخاص اللي بيشبهوا هذه التخيلات الموجوده جوانا. طب ده هيدخلنا لحته ان السوشيال ميديا حاليا بتحط ليبلز، وطبعا عشان بقى اي حد يقدر يتكلم يقول اي حاجه، اصل ده نرجسي، لا ده بوردر لاين، فبعمل حاجات معينه، بقينا نليبل كل حاجه. صحيح. بصي، هو الناس بتدور على ليبلز لان الناس بتدور على حاجه تفك فيها شفره الشيء الغامض. كلنا معتقدين ان احنا الانسان حر ومسؤول عن افعاله، بس هو لما نيجي نشوف حياتنا بنلاقي نفسنا بنرتكب حاجات وبنرتكب حماقات لا يمكن ابدا، وزي ما كنا شايفين ده كان في ريد فلاجز غريبه جدا، كان في حاجات كتير قوي تمنعنا، كان في محذرات كثيره جدا، ربنا بعت لي رساله اكتر من مره ان ما ينفعش، وفي الاخر بمشي في ده. فده بيحطني قصاد امر غامض لا يمكن تفسيره بالمنطق. المنطق هنا في مشكله. لو بالمنطق انا عمري ما كنت هدخل العلاقه ديت، لو بالمنطق انا عمري ما كنت هقترف هذا الفعل، لو بالمنطق ما كنتش عملت كذا. فالانسان بيدور دايما على حاجه يحل بيها الانجمه ديت، الحته المعقده الغامضه دي. واكتر حاجه تحلها لما حد يجي يديك تفسير، انت لا تفعل ذلك بسبب كل، انت تفعل ذلك عشان انت بوردر لاين، انت وقعت في فلان عشان هو نرجسي فهو قدر يسحرك بالسحر النرجسي فيخليك مش عارف. فاداني حدوته، اداني سرديه، في وقت السرديه بتاعتي اصبحت ايه، اصبحت غير كامله. فالانسان المفتقر الى السرديه هو انسان هش للاسف امام السرديه الدخيله، امام السرديات الايه المستورده. وسرديات بقى بتاعت التشخيصات، وسرديات التشخيصات طبعا اللي غير صحيحه، والتشخيصات اللي هي اللي فيها السيوله الرهيبه جدا جدا اللي موجوده في التشخيص ديت، بقت بتروح للناس اللي عندها الفولنربيليتي واللي عندها رغبه في السرديه اللي تفسر لهم، فبقوا ياخدوها بشكل ايه، بشكل سريع. وعلى فكره ده مش بس في الطب النفسي او في التشخيصات الطبيه. زمان كان عندنا لما الناس كانت بتبقى عايزه سرديه، هو مش عارف، هي مش عارفه هو بيكرهها ليه او هو منسحب عنها ليه، فيجي لها حد دجالي يقول لها اصل هو مربوط ومعمول له عمل وعنده مش عارف ايه. هي بتدور على سرديه، برضه بتدور على سرديه تفسر لها الشيء غير المنطقي. فالانسان دايما لا يبقى فالنربل، لما يبقى متالم، اي سرديه يبقى سهل جدا جدا هتدخل. السرديات دلوقتي اللي اصبحت اكثر رواجا هي سرديات الايه، التشخيصات الطبيه. طيب هل كل العلاقات هي علاقات مؤذيه؟ لا، انا ياما قلنا بقى ان العلاقات في منها شكل صحي، والصحي مش معنى كده انه ما فيهوش الم، في الم، في فجوه، في بعض الحاجات، بس الالم فيه ما بيبقاش دايم، بيبقى استثنائي، ما بيبقاش. لكن اذا كان يسبب الما دائما او الاصل فيه هو الالم ليس حبا على الاطلاق، دي في علاقه فيها مشكله. فالعلاقات الصحيه فيها دايما الجزء اللي فيه فجوه، فيها قدر من الحرمان، فلا بد ان احنا نقبله. ودي علاقه صحيه. تقولي بقى ان انا محتاج فيها ان انا اروح لحد، والله لا، رحت خدت كورس ازاي تتعامل في علاقه، ازاي تفهم نفسك وتعبر عن نفسك وتتواصل مع اخر، يا سلام، حلو قوي قوي. ناس كتير جدا بتدي ده. نوع تاني من العلاقات هي العلاقات المرهقه، العلاقات اللي بتحتاج مينتننس كتير، العلاقات اللي بتحتاج من اجل طول يعني صيانتها ان انا استثمر فيها طاقه كبيره جدا من الطاقه اللي انا كنت مفترض ان انا اعيش بيها وابدع بيها واشتغل من خلالها. فاصبح مشاكلي في البيت بتسحب جزء من طاقتي اللي المفروض ايه اكبر من خلالها. بس مش معنى كده ان العلاقه مؤذيه، مش معنى كده ان العلاقه دي بتاع شخص سيء او شخص، بس العلاقه محتاجه، وبالاخص كل العلاقات في البدايات بتبقى مرهقه. دي نقطه مهمه جدا. العلاقات الصحيه تبدا كعلاقه مرهقه. ليه؟ لان في اتنين بيحاولوا يولفوا على بعض، الكيانين مختلفين. لو الاشخاص فعلا اشخاص مستقلين هيبقى عندهم قدر من الاختلاف
استنزاف، فهيحاولوا ازاي يولفوا ازاي يتعودوا، فدائما هيبقى هناك سحب الاستثمارات الطاقه بتاعتي من الحياه وابدا احطها جوه العلاقه، فتلاقيني مشغول شويه عن الايه، عن الاداء الحياتي لحد ما اظبط علاقتي. بعدين لو العلاقه اتظبطت تلاقي خدت الطاقه بقى اللي انا كنت بشغل بيها في العلاقه ورحت مطلعها لبره، وبالعكس الطاقه بقت اكتر واكتر بره. اذا العلاقات المرهقه هي محتاجه ايه؟ محتاجه ان احنا بقى نحط حلول، محتاجه ان احنا فعلا نتعلم حاجه، محتاجه ان احنا ندرس، محتاجه ان احنا نروح ممكن كابل ثيرابي، محتاجين ان احنا نقعد نتكلم مع بعض، محتاجين. العلاقات المرهقه احد اهم الحلول بتاعتها والتي تؤسس لعلاقه صحيه هو وجود كواليتي تايم للناس اللي موجوده في العلاقه ديت. يعني ايه؟ بيقعدوا مع بعض يتكلموا. كان احد الاساتذه كان يقول دايما لاي اتنين بيروحوا له انتوا تحددوا ساعه كل اسبوع تروحوا تشربوا فيها قهوه مع بعض. هم قاعدين في البيت مع بعض، متجوزين وقاعدين في البيت، بس هتروحوا بره تشربوا قهوه مع بعض. الساعه دي هتفرق جدا. مع الوقت هتجيب كلام، ما بنلاقيش حاجه، مع الوقت هتجيب كلام، وهتجيب كلام في العلاقه وهتحسن الموضوع. بدل ما كل واحد فيكم عنده قدر من العدوانيه والغضب المستور والاستياء من الاخر، وبيطلع في مساحات رمزيه ولا واعيه، واحيانا بس في اجريشن، عدوان سلبي او غضب سلبي بشكل ما. فبدل ما يطلع كده، لا، اقعدوا اتكلموا. عشان كده حتى الخناق والكلام احيانا بيفيد اكتر بكتير جدا من ايه، من فكره ان انا اكتم واروح للانكفاء وغيره. فده الشكل بتاع العلاقات المرهقه. حلها الرئيسي وجود كواليتي تايم. لو رحت للعلاجات وغيره هيفرق جدا، بس اهم حاجه ان يبقى في كلام ما بين الايه، ما بين الاثنين. العلاقات المؤذيه لا، الموضوع بقى مختلف تماما. العلاقات المؤذيه فيها واحد بيشيء اخر. يعني الاخر دوت بالنسبه لي بيبقى شيء، بيبقى بيستخدم من اجل اشباع احتياجاتي، بيبقى انسترومنت، بيبقى اداه يخدم عليا فقط. يعني فهنا العلاقه بيبقى فيها الشخص داخل بنفرين. يعني انا داخل بايه، انا فقط، لدرجه ان بعض الناس تسميها اسم صعب جدا، يسميها ماسترباتوري ريليشن شيب. يعني ايه؟ علاقه استمنائيه، وكأن الشخص فيها بيعامل ذاته فقط، هو الاخر ملغي، فمحتاج طول الوقت ان الاخر دوت يبقى كل وظيفته ان هو يخدم عليا. هنا بقى دي الايه، دي العلاقات اللي فيها مشكله. بس العلاقات ما فيهاش مشكله في طرف واحد، مش الطرف اللي هو النرجسي او السيء او المؤذي او المشيء او غيره. طب والتاني قابل ليه؟ والتاني دخل ليه؟ والتاني ما كانش صدفه يبقى موجود في هذه العلاقه. يا ترى التاني مين اللي جواه؟ مين اللي بيحاول يكرر معاه هذه؟ ايه الدين اللي موجود عنده؟ الدين العلائقي اللي هو بيحاول يلبيه من خلال هذه العلاقه. والعلاقه دي بتستوجب عمليه علاجيه. عمليه علاجيه هنا لازم تكون علاج بمعنى طبي، لا، عمليه علاجيه هنا يعني عمليه تغيير شخصي. تغيير شخصي يحصل في الطرف الواعي فيهم بقى. سواء الشخص ممكن على فكره احيانا بيبقى عنده الوعي هو الشخص المؤذي، احيانا ممكن يجي له هو الوعي بدري. على فكره هو ممكن يجي له الوعي احيانا، بس هو في الاغلب الشخص اللي بيتاذى هو اللي بيجي له الوعي. فاول حاجه محتاجه عمليه ترانسفورميشن بيرسونال، عمليه تغيير شخصي كامل. هتيجي بقى عن طريق الجانب الروحي، عن طريق الدين، عن طريق علاقات، صداقات معينه تقويه بشكل ما، عن طريق كتب، عن طريق قراءه، عن طريق مش عارف ايا كان. في الاخر عمليه تغيير شخصي تخليه يبدا يحط حدود، يبدا يغير استجابته جوه هذه العلاقه، فربما يجبر الاخر على تغيير ايه، تغيير هذه العلاقه. بس دي العلاقات اللي فعليا بيحتاج الطرفين فيها ايه، قدر من العلاج او قدر من الايه، من التغيير. العلاقات الشكل الاعظم اللي هو العلاقات المدمره او الديستراكتيف ريليشن شيب بقى، دي العلاقات اللي فعليا لا يتبقى فيها طاقه، واحيانا كمان بتؤدي الى ايه بقى، الى ان الاذى بيتسرب بره العلاقه نفسها ويأذي بقيه الاطراف اللي موجودين يتماسوا مع هذه العلاقه. يعني يأذي الاطفال، يأذي الاخوات بقى، يأذي الاصدقاء. فانا موجود في علاقه مدمره، فبدات اذي صحابي بعصبيه طول الوقت، باذى ليهم، بان انا احول او ازيح مشاعري ديت على الايه، على العلاقات الاخرى. فاكيد بقى من اول ما بنتكلم في العلاقه المؤذيه، فاحنا هنا بنتكلم بقى في ايه، في ضروره بقى او ايه، او يكاد يكون حتميه لوجود تغييرات او تدخلات تؤدي الى التغيير، اما ان تكون علاجيه روحيه او غيره، او حتى نتيجه دعم مثلا او سوشيال كابيتال كده، راس مال اجتماعي يدعمني لكي ايه، لكي اغير استجابتي داخل هذه العلاقه. بنلاقي برضو في فاريابيليتي كتير قوي، اللي هو دكتور نفسي ولا مشير جميل. ولا مجرد بس لايف كوتش ولا نمشيها لوحدنا. فنعرف منين اقرر انا محتاجه فلان او انا محتاجه طيب فلان؟ ماشي، حلو قوي السؤال ده، جميل جدا. يمكن اول مره اتكلم فيه، بس خليني بقى ايه اقعد له يعني عشان نفهم التقسيمات بتاعه الاختصاصات. عندنا اول اختصاص هو اختصاص الطبيب النفسي. الطبيب النفسي او في الانجليش سايكاتريست. سايكاتريست ده بيبقى خريج كليه الطب، بس مش خريج كليه الطب فقط، بعد ما خلص كليه الطب اخد حاجه في السايكاتري، دبلومه، ماجستير، دكتوراه في السايكاتري، زماله، بورد في السايكاتري، يعني في الطب النفسي. وما هو الطب النفسي؟ هو القدره على التشخيص وكتابه العلاج الدوائي ووضع الخطه العلاجيه للايه، للحاله. ومش بس الخطه العلاجيه، والخطه التنبؤيه للمسار بتاع المرض. يعني الطبيب النفسي يشخص والله الشخص ده مثلا عنده اكتئاب، لا ده اكتئاب ثنائي القطب، ده مثلا عنده ثنائي القطب، عنده اكتئاب وايه ونوبات هوس، فانا متوقع ايه، يتجوز امتى ولا ما يتجوزش، هو اللي يقدر يقول لي حاجه زي كده، يتنبأ لي بالمسار او بالمقال او البروجنوزز بتاع هذا المرض، ويكتب لي الدواء
اللي بيختاره طبعا من وسط الايه، من وسط الجايد لاينز او التوصيات الطبيه. فده اول حاجه هو الطبيب النفسي. الطبيب النفسي هو المسؤول الاول قانونا عن الحاله، يعني مسؤول عن عما يحدث داخل حتى غرف العلاج النفسي مع المعالج النفسي، لو هو في الاخر هو يعني زي ما بنقول كده هو راس الفريق العلاجي، هو الطبيب النفسي، فهو مسؤول قانونا ونقابيا عن الحاله ايه بشكل كامل. فده الطبيب النفسي. طيب في عندي حاجه تانية اسمها الاخصائي النفسي. الاخصائي النفسي هو في الاغلب بيكون خريج كليه الاداب قسم علم النفس، وبعدين مش بس وقف هنا هو يقدر يعمل بعض الاختبارات النفسيه، بعض المساعدات البسيطه جدا، لكن بيبدا يمر بتجربه اخرى، وهي تجربه تدريبيه طويله جدا، تبقى فيها كورسز كتيره قوي وفيها تدريب في المستشفيات عشان يتحول الى اخصائي نفسي ايه معتمد او مرخص من وزاره الصحه. بياخد كارنيه من وزاره الصحه بعد ما بيقدم حاجاته، بيخش بقى يعمل سواء دبلومه العلم النفسي الاكلينيكي او الماجستير او غيره، وبياخد كورسز كتيره جدا جدا عشان ياخد الايه، ياخد الكارنيه بتاع الاخصائي النفسي. الاخصائي النفسي هنا الوظيفه الاولى والاكثر شهره بالنسبه للناس هي التقييم، ان هو يعمل اسسمنت، نسبه الاكتئاب هنا عامله ازاي، طب يا ترى بعد العلاج نسبه الاكتئاب بقت عامله ازاي، اللي احنا بنسميها السايكومتريك تيست او القياسات النفسيه. دي من الحاجات المهمه جدا، قياس نسبه الذكاء عند الاطفال، قياس مش عارف، القياسات النفسيه دي حاجه من افضل الناس اللي بيعملها هو الاخصائي النفسي. واثنين ان هو بيبدا يعمل ايه، ينفذ البروتوكول العلاجي او الخطه العلاجيه، او ان هو يعمل ايه، يعمل التدخلات العلاجيه النفسيه. اذا الاخصائي النفسي هنا بقى هينبثق منه حاجه تانية مهمه قوي قوي اسمها المعالج النفسي. اذا عندي الاخصائي النفسي عندي حاجه اسمها المعالج. المعالج النفسي هو اللي بيقوم بتنفيذ العلاج النفسي الكلامي، السايكوثيرابي. اذا الاولاني ده اسمه سايكولوجيست، يبقى عندي السايكاتريست الطبيب النفسي، السايكولوجيست الاخصائي النفسي، السايكوثيرابيست المعالج النفسي. المعالج النفسي هو شخص درس مدارس علاجيه معينه، درس مثلا مدرسه تحليل نفسي، مدرسه العلاج الدينامي، مدرسه العلاج المعرفي السلوكي، مدرسه العلاج السلوكي الجذري، درس مدرسه معينه وتخصص فيها وتم اقراره فيها من قبل المؤسسات المانحه للاقرار او للايه، للتوثيق للمعالج ده، وبدا يمارس عمليه العلاج بناء على التشخيص الطبي وتحت المظله الدوائيه وتحت الاشراف بتاع الايه، بتاع الطبيب او غيره، ويبدا ينفذ الايه، ينفذ العمليه العلاجيه ديت بقى، ان هو بيقعد معاه ويبدا يعمل معاه الجلسات العلاجيه. المعالج النفسي ليس بالضروره ان يكون فقط الاخصائي النفسي، ممكن المعالج النفسي كمان يكون الطبيب النفسي، يكون الطبيب النفسي، بس الطبيب النفسي هنا ما اكتفاش بالايه، بالطب النفسي فقط، وانما بدا يدرس الايه، ايوه المدارس العلاجيه. اذا المعالج النفسي ده اختصاص او ليبل اضافي ممكن يعطى للطبيب النفسي، ممكن يعطى للايه، للاخصائي النفسي. طب هل ينفع يعطى معالج نفسي بدون الاثنين دولت؟ المفترض ان لا، ما ينفعش. ودي من الازمات الحقيقيه، ان حد يبدا يقدم نفسه كثيرابيست وهو ليس باخصائي بطبيب نفسي وليس باخصائي نفسي. هنا بقى في مشكله. انا اتدربت على مدرسه علاجيه، بس انت اصلا مش مرخص ليك بعمليه التطبيب نفسها، بعمليه العلاج نفسها. تمام، ممكن تعمل دعم نفسي في اطار خدمي، لكن ما ينفعش ان انت ايه، ان انت تقدم عمليه العلاج النفسي عشان ما يحصلش منها اي ازمات يعني. اذا ده كده ايه، ثالث حاجه. عندنا حاجه تانية اسمها اخصائي الصحه النفسيه، mental health specialist. ده مختلف، يبقى عندنا سايكاتريست، سايكولوجيست، سايكوثيرابيست، mental health specialist. mental health specialist ده يعني دمه متفرق ما بين الايه، ما بين اختصاصات مختلفه، ممكن يبقى طبيب وممكن يبقى كليه تربيه وممكن يبقى كليه اداب. ده حد بيدرس المنتال هيلث. ما هي المنتال هيلث؟ المنتال هيلث هي الصحه النفسيه، هي جزء من تخصص الصحه العامه. الطبيب النفسي بيتعامل مع المرض النفسي، الطبيب او اخصائي الصحه النفسيه بيتعامل مع الصحه النفسيه، ازاي نحسن، ازاي نقي الاشخاص من ان هم يجي لهم امراض نفسيه، ازاي نحط بوليسي او نحط قواعد معينه او برامج تنمويه للصحه النفسيه على مستوى البلد كلها. فدول بقى بيبقى ايه، بيبقى طبيب نفسي ولكن درس جزء من طب المجتمع اللي هو الجزء المتعلق بالخطاب الاجتماعي المتعلق بالصحه النفسيه. ده ينفع يعمل جلسات نفسيه او ينفع يقعد مع ينفع، بس في حاجه احنا بنسميها برايمري كير. يعني ايه؟ يعني الرعايه الاوليه فقط، ان هو يشخص في البدايه، ان هو يوجه ناحيه ايه، لا فلان ده بيشتغل في الادمان، لا انت هتروح للدكتور الفلاني لان انت عندك مثلا اضطراب فرط الحركه ونقص لا انت هتودي الولد للحته الفلانيه، لا انت اللي هو بشكل ما زي الطبيب الاسره. طبيب الاسره هو الاول خطوه بيروح لها اي شخص في الاسره، سواء عنده مشكله في الجراحه، في البطنه، في مش عارف ايه، وبعدين بيوجههم للايه، لبقيه الاختصاصات. احيانا بعض الحاجات هو بيتعامل معاها لان هي في نطاق اختصاصه او في نطاق الرعايه الاوليه. اذا ده الايه، ده النموذج الرابع. زي احنا عندنا كده تاني، سايكاتريست طبيب نفسي اشخص واكتب ادويه، سايكولوجيست الافضل اللي هو دارس اداب علم نفس بيبقى موجود مع الطبيب النفسي، بيعمل الاسسمنت بشكل كويس وبينفذ الايه، الخطط العلاجيه. احيانا الاثنين دولت يبداوا ايه، ينموا نفسهم اكتر وياخدوا مدارس علاجيه فيعملوا
بيعملوا ايه سايكوثيرابي اللي هو المعالج النفسي، يعني اخصائي الصحه النفسيه اللي بيشتغل على مستوى العمل العام او الجماهير او المجتمع بشكل اكتر، وده جزء من ايه طب المجتمع او جزء من ايه من طب الاسره. طيب اللايف كوتش بقى او بعض الحاجات او المرشد النفسي او بعض الايه الاشكال الاخرى، او احيانا السوشيال وركر الشخص اللي بيشتغل في الخدمه الاجتماعيه. هنا بقى احنا عندنا حاجات تانية بره ميديكال. انا مش من النوع اللي دايما بيذم بقى في الاخرين ويقعد يقول انا يهمني هو فعليا موثق، خد الموضوع ده بشكل يعني في اطاره الصحيح، اتدرب كويس. نمره 2 انه ما يطلعش بره نطاق عمله. يعني ايه؟ يعني لايف كوتش مهم جدا. لايف كوتش مهم جدا لما يكون بيعلمني بعض المهارات الحياتيه، بيساعدني بشكل ما في اتخاذ بعض القرارات الوظيفيه، بيساعدني احيانا في بعض التدخلات التربويه، مفهوم، سواء مرشد تربوي سواء لايف كوتش. بس يهمني ان هو ما يبتديش يعدي دوت او يتغول خارج اختصاصه ويطلع بره الايه، بره المرسوم هنا، ويبدا مثلا يشخص طبيا، او ان هو يبدا يتدخل في امور ما يعرفش يديرها بشكل كامل، زي مثلا مرض نفسي حقيقي، مش شخص عنده بعض الصعوبات اللي محتاج فيها نوع من انواع الدعم او نوع من انواع بعض المهارات اللي ايه اللي تساعدني وبس. لا، احنا بنتكلم عن اضطراب. عشان كده مهم في اللايف كوتشز انه يبقى متمكن من مادته هو الاصليه في الكوتشنج، وفي نفس الوقت عنده قدره على فهم لا هنا في حاجه بيولوجيه الشخص ده محتاج يروح يكشف، لا هنا في حاجه تشخيصيه، مش لازم يبقى عارف يشخص تماما، بس يبقى قادر يبقى عنده المجسات اللي تكتشف ان في ايه، ان في هنا ازمه المجموعه ديت. ان اولا هي مش واضحه في دماغ العامه، الناس مش عارفاها كويس، فمش عارفه تروح لمين امتى ومش عارفه حاجه خالص. الحته دي بتبقى شويه محيره. ازمه برضو القصه ديت ان احيانا بعضهم بيتصارع مع بعض، فانتوا ولا حاجه، لا انتوا اللي ولا حاجه، انتوا اللي مش عارف ايه، بتلاقي الخناقات اللي موجوده في كل التخصصات ديت. والازمه الثالثه هي خروج ايهما او ايهم بقى عن نطاق اختصاص. ان انا اكون طبيب فانا مشخص وايه بكتب علاج وبخلي بالي من ايه، من اي تدهور لكن لو انا مش دارس مدارس نفسيه لا ما يفضلش ان انا اقعد العب بقى في حته مش بتاعتي، انا هنا اوجه افضل. طب لو انا دارس، لا خلاص هتكمل بقى انت في القصه دي. نفس القصه حد مثلا لا دارس مدارس نفسيه بس هو مش ايه، ما عندهوش الاختصاص او ما عندهوش اللايسنس ان هو يدي دوت، فلما يقعد مع الشخص دوت يبقى عارف هو بيقعد معاه بالحب، بيقعد معاه مكلمه فضفضه، لكن مش قادر على ان هو يعمل تشخيص، مش قادر ان هو يلحق احيانا بعض المساحات اللي ممكن تكون بيولوجيه او عضويه هو مش قادر يشوفها، هو متخيل بس اللي حاصل قدامه ده ايه، ده عمليه نفسيه فقط. فدي المشكله الايه الحقيقيه. طب انا لما انا احس ان انا عندي مشكله اروح لمين؟ اول حاجه لو في عندي منتال هيلث سبيشالست يفضل، لان هو ده اول حاجه، ده اول خطوه التقاضي الاولى للمحكمه الابتدائيه بتاعتنا. سو عندنا في مصر مش مفعل قوي، يعني مش مفعل قوي فكره الطب الاسره لسه، يعني طبعا الموضوع جاي قدام بس لسه حتى الان مفيش. انا بروح للطبيب النفسي، والطبيب النفسي بيبدا يعمل ايه، يعمل عمليه التوزيع دي، هو اللي بيظبط لي الدواء، هو اللي بيظبط لي التشخيص. ولو هو مش دارس المدارس النفسيه بما فيه الكفايه او لا يعمل بنظام الجلسات النفسيه، هيبدا يوجهني بقى لايه للاخصائي النفسي او للمعالج النفسي عشان يبدا يطبق معايا عمليه العلاج. الحته دي واضحه؟ انا عارف انها معقده شويه. احنا بنسمع عن مدارس كتير يعني والناس اي حد ممكن يقول لحضرتك انا خدت CBT DBT وخلاص تمام يلا نعمل جلسات يعني. او DBT. طيب واحنا برضو مهم قوي ان كل دولت لما بيشتغلوا في البدايات بيشتغلوا تحت اشراف، يعني بيبقى في حد، يعني الطبيب النفسي في طبيب اكبر منه هو اتعلم منه. المعالج النفسي مهمه جدا جدا، هو دائما بيشتغل في البدايات على الاقل عده سنوات تحت اشراف لحد تاني اكبر منه، ويبدا ان هو ايه يقعد معاه، عملت ايه مع الحاله وعملت ايه وتدخلت ازاي وايه التدخل الافضل، ويصحح له بعض المساحات في البدايه. فما ينفعش حتى ان هو يطلق يعني مباشره كده على الناس. يعني دي من الحاجات المهمه، ان وجود مدرسه واحده لو خدتها بشكل متمكن ينفع، لكن هو لا يغني عن وجود المساحتين التانيين. يعني لابد ان اكون اخصائي مرخص او طبيب نفسي مرخص عشان اخد المدرسه واقدر اقعد مع مريض. احنا دلوقتي معانا اسئله من الناس كانوا عايزين راي حضرتك فيها، فلو ممكن. سؤال مجهول. حاسس ان الاباحيه غيرت طريقه نظري للناس وبقيت شايفهم بشكل غير مش شبهي خالص، هل ده طبيعي وعايز ارجع عن الطريق ده؟ مهم السؤال دوت. كان ديفيد مورا كان قال كلمه مهمه جدا فيما يتعلق بالاباحيه، وقال ان في احد التاثيرات بتاعه الاباحيه البورنيفيكيشن اوف ذا وورلد، او تحويل العالم الى شكل اباحي او تجنيس العالم. الشخص اللي بيتفرج على الاباحيه بيصعب عليه ان هو يحط الحد الفاصل ما بين التخيل الاباحي وما بين العالم الواقعي، فيبدا يقيم نفسه من خلال المشهد الاباحي اللي هو بيشوفه، يقيم الناس الاخر سواء رجاله او ستات من خلال المشهد الاباحي اللي هو بيشوفه، فيبدا يؤثر ده على على نموذج رؤيته للعالم. كثير جدا بل كل من يشاهد الاباحيه بالشكل الادماني المتدرج اللي بيكسر الاسقف احيانا بيحصل معاه القصه دي. طيب هل بتتداول لوحدها؟ لا، هي بتتداول بالتعافي. اللي بيحصل ببساطه ان الثري شولد، العتبه بتاعه الاستثاره بتاعه الشخص بتختلف، فتجنيسه للعالم نتيجه تاثره التخيلي او تاثره نتيجه
تعطيل المفرط للمواد الاباحيه او للمواد المثيره او الجنسيه. اللي بيحصل ببساطه ان القالب الجنسي بتاعه، المسار الدماغي ده بيحصل فيه تغييرات للاسف. طب عشان يتحسن ولا حاجه، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنوقف الاباحيات وان احنا بنشتغل على نفسنا في برنامج التعافي، فبتلاقي النموذج بتاعك بيبدا يتغير. حتى لما بيبقى مثلا محتاج قدر كبير جدا من الاستثاره او شكل معين من النساء عشان يبدا لا، كل ده بيبدا بيخف يختلف مع الوقت بالتعافي. تماما. فحاله البورنيفيكيشن او تجنيس العالم او تحويل العالم للمساحه الاباحيه بتختلف بمرور وقت كافي في التعافي. اقدر اقول امتى؟ اقدر اقول ان هو نفس الوقت اللي بينتقل فيه من نموذج عدم التعرض لنموذج التعرض ومنع الاستجابه، اللي هو ببساطه انه بيبدا يركز في حياته اكتر ما بيبدا يصارع الماده الادمانيه. طيب ده كده السؤال الاولاني. السؤال الثاني مجهول برضو. بدات اتفرج لما شفت بالصدفه مامتي وبابايا بيعملوا علاقه مع بعض، حسيت باحساس مختلف تجاه جسمي، وخصوصا لما شفت ماما وهي مبسوطه قلت اتفرج يمكن اتبسط. اتفرجت وجربت وحسيت باحساس ما حسيتوش قبل كده. لما عملت العاده حسيت اني مبسوطه، ودي كانت اول مره اتفرج. وعرفت شاب وبدانا نلمح لبعض وبقينا نتكلم كول ونمارس ده مع بعض، بس دلوقتي بحاول ابطل وندمان على اللي حصل. الكلام مهم اللي اتقال، بس في نفس الوقت مهم ان احنا ما ينفعش نقول ان ده سبب، ما ينفعش نقول ان اللحظه اللي انا شهدت فيها بابا وماما او ان العلاقه الاولى هي سبب. هي قد تكون مؤثر، عامل من العوامل، لكن يهمني ان دي ما تكونش السرديه اللي بقول انا بعمل كده عشان كذا، انا بعمل كده عشان بابا كان بيقلبني، او بعمل كده عشان في يوم من الايام شهدت بابا وماما فقط، او ان بعمل كده عشان الحته السببيه دي احيانا ما بتساعدنيش ان انا اطلع بره الموضوع. فبلاش فكره التفكير من خلال الاسباب، خلينا نفكر من خلال العوامل. ده عامل مهم، العامل اللي احنا قلناه من شويه، عامل قد يكون تخيل الطفله اللي شافت هذه العلاقه الخاصه ما بين الاب والام، فحست انها خارجه عنها وانها بعيده عنها وان في شيء معين خاص، فان هي عايزه تدخل عالم الكبار، فتبدا من خلال ده نتيجه الفضول يتحول هذا الفضول الى استكشاف لهذا العالم، وبعدين تماهي مع موقع الام اللي موجود، فانا عايزه نفس اللذه اللي كانت موجوده عند الام، فتبدا تدخل في هذا. ده احد العوامل المهمه جدا، بس غالبا مش هو ده العامل الوحيد. غالبا هيكون في حاجات تانية اضافيه، غالبا هيكون في الام اخرى، غالبا هيكون في مشاعر تانية غير محتمله. طيب في العلاج واحد، تعافي واحد، كله بنفس النظام، بنشتغل على برنامج تعافي، وده جزء من اعاده السرد اللي موجود، جزء من سرديتي في القصه ديت، لكن هحتاج ان انا اتعامل مع بقيه المشاعر. لكن يهمني برضو ان لما يكون الموضوع فيه خطوره بدات تحصل، يعني بدات ان انا ادخل علاقات مثلا متعدده، بدات ان انا اخاطر مخاطره، يعني اكيد لما نيجي نتكلم في العاده تختلف عن عاده مع اباحيات، تختلف عن علاقات بالفعل، علاقه موجوده بالفعل، تختلف عن علاقات متوازيه موجوده بالفعل، تختلف عن علاقات متوازيه في حين ان انا عندي علاقه بالفعل مثلا متزوج او غير او متزوجه، تختلف عن علاقات غير رضائيه، يعني مثلا بدا الشخص يوصل لدرجه التحرش او غيره. اكيد الدرجات دي تختلف، كلما زادت الدرجه كلما احتاجنا اكتر واكتر للتدخل التخصصي. يعني لما نبدا ندخل مثلا في فكره علاقات متوازيه او علاقات خارج اطار الزواج وبقى في صعوبه في الفرمله، لا هنا التدخل العلاجي بقى مهم جدا. احنا هنا في الحته احنا في علاقه واحده بس، الله اعلم بقى العلاقه دي كانت مناسبه ولا مش مناسبه، فاحنا كده على الحد الفاصل ما بين هل محتاجين تدخلات علاجيه ولا اقدر اشتغل عليها مع نفسي. طيب لو حد بيحاول يبطل ويفشل كل شويه، دي احنا يمكن جاوبنا عليها النهارده. انا بتفرج على افلام اباحيه كل يوم يعتبر ومش عارف ابطل ده، ولو بطلت يوم او يومين مش بعرف اكمل. هي دي بقى الفكره اللي احنا كنا بنقولها، فكره الاراده اللي بيحصل فيها انقطاعات زمنيه. برجع تاني، قعدت مع اب اعترافي كتير لكن ما باخدش حلول عمليه، معظمها بيبقى الصلاه والصوم والحاجات دي، بس مش بتعمل معايا نتيجه. ودي برضو المشكله الحقيقيه بتاعت ان الشخص يبقى، وبالذات الناس اللي بتعمل في الاعمال الخدميه، سواء في الاعتراف، سواء في التربيه، سواء في المعلمين المدارس، محتاجين يفهموا ان احيانا الحاجات دي بتعمل حمل اضافي. مش معنى كده مش هقول له صلي او توب، لا هقول له، بس هقول له في تدخلات تانية، انت محتاج حاجه تانية، محتاج تتعلم تتعامل مع مشاعرك، محتاج تاخد دورات متعلقه بالمشاعر، محتاج تروح زماله، محتاج ان انت تبوح بهذا الامر بشكل محتاج ان انت تبدا تعمل جرد وبرنامج، محتاج ان انت، المهم ان في تدخلات اخرى اضافيه، اضافه للصلاه والصوم والتوبه وغيره. يعتبر مش بحس بالذنب، بقيت اقول انها حاجه عاديه. ده بقى بيحصل مع الوقت. في الاول هو كان في البنيه الصراعيه، بصي بحاول ابطل مش بعدين عند مرحله معينه بيبدا عمليه الاستسلام دي. في نقطه مهمه وانا عارف ان هي نقطه جريئه جدا جدا، احيانا الشخص اللي بيعيش خزي مفرط بعد الادمان مش دايما بيبقى توبه، احيانا بيبقى جزء من العمليه الادمانيه نفسها، احيانا بيبقى بيهرب بيه من المشاعر المؤلمه الثانيه، فيبقى يروح للالم دوت كتخفيف للالم القديم. هديك مثال صغير جدا، احيانا بعض الاشخاص يبدا يحس بنوبات من مشاعر الذنب غير المفهومه، شعور بالرفض
والصغار، فيروح يتفرج على اباحيات فيحس بعد الاباحيات بالرفض والصغار والشعور بالذنب، بس دلوقتي بقت مرتبطه بالايه؟ بالاباحيات، لكن الاول كانت مجهوله، فبالنسبه له الذنب معلوم المصدر اخف من الذنب مجهول المصدر اللي كان بيحس بيه مباشره. للاسف شعور الذنب اللي بيجي له مش معناها ان قلبه حي، ده جزء من العمليه الادمانيه. فمش كل مشاعر ذنب بتيجي بعد الاباحيات او بعد الفعل الادماني بتبقى صحيه، ومش كل غياب لمشاعر الذنب بيبقى معناها شيء مرضي وان قلبه مات. احيانا بيبقى فك، يعني في جزء كده من التعافي لما بيبدا يفهم ان هو مريض مش فاسد اخلاقيا، ولكن ينتكس بعديها شويه فيحس ان هو ما بقاش بيزعل من نفسه زي الاول، فيخاف على نفسه. انا بقول له ساعتها ان انت على فكره انت بخير. ليه؟ لان انت في اللحظه دي بدات تطلع بره العمليه الادمانيه اللي كان فيها جزء بتاع الخزي، بدات تكسره، بدات تنفض هدومك وتقوم اسرع، وتعرف ان الخزي مش بيساعد. فمش بالضروري اللي هو بيقوله دلوقتي يبقى دايما جانب مرضي. لبس البنات بقى عريان زياده وبيدخلني في عصره، هي دي فكره بيدخلني، انا اسف يعني مع كامل الاحترام اللي بعت السؤال، هي فكره ان احنا هنا بنلقي اللوم على ايه؟ على حد بره، ان الاخر هو اللي بيستفزني، لبس البنات هو السبب في الايه؟ في اللي انا فيه ديت، في انفكاك جهه ما بين اللي انا بعمله. يعني طب ما هو البنات هل كل الناس بيبقى عندها يعني مشاهده الاباحيات او عندها نفس الازمه؟ هي دي القصه، ان في انفكاك جهه ما بين التريجرز وما بين فكره وجود الايه؟ وجود المشكله عندي يعني. فده يعزز يعني دور الضحيه بالظبط، دور الضحيه ولوم الاخرين. هو ليه بعمل كده؟ لان انا احيانا مبقاش قادر على مواجهه مشاعر الذنب ومسؤوليتي عن التعافي، فابدا اتحرر منها عن طريق ان انا الوم ابويا هو السبب، امي، واحيانا ياخدوا من كلامنا ومن كلامنا حوالين التعافي ما انت قلت ان دي ازمه قديمه، قلت انها صدمه قديمه، وانت اللي قلت اهو بالفعل، يبقى انا ايه مستنيين مني ايه؟ لا، احنا قلنا ما بنعولش على الاراده، بس عمرنا ما بنبطل تعويل على المسؤوليه. انت مسؤول عن افعالك، حتى لو مش عارف تفضل مريد لحد بكره فبتحتاج تعضد ارادتك، انت مسؤول طول الوقت. لكن الاراده مش بنعول عليها بمعنى ان احنا ما بنروحش نتعرض للادمان في البدايه، احنا بنتواضع قصاد الايه؟ قصاد الادمان. بيدخلني في عثره سواء في الكنيسه او في الشغل او في الشارع، ازاي اقدر اتغلب على الحاجات دي؟ احنا اتفقنا بقى ازاي تعملها، بس قبل ما نتغلب على الحاجات ديت احنا محتاجين يعني نبطل نسردها بهذا الشكل اللي فيه ان الحاجات بتحصل لي، نطلع بره فكره المغلوبيه للتسليم والمسؤوليه. ليه ممكن ابقى بشوف نماذج علاقات سيئه ومؤذيه وانا صغير واعرف انها مؤذيه فعلا، واقول لنفسي ان يستحيل كلنا كده يا ابني والله يستحيل اعمل كده لما اكبر، بس لما اكبر ما اعمل كده برضه، والاقي نفسي بروح ناحيه الحاجات المؤذيه. احنا اتكلمنا عنها وبقت مفهومه دلوقتي. في ناس شايفه اني اجتماعي واعرف ده وده وانزل، بس علاقاتي بالناس شبه مش موجوده، ومش بتعامل اغلب وقت غير مع اصحابي وبس واللي اعرفه، وعمري ما هزرت مع حد ما اعرفوش او عارفه في فتره قريبه. يعني يمكن الكلام هنا يعني الشخص غالبا حتى هو كاتب هل ده رهاب اجتماعي؟ طيب هل ده رهاب اجتماعي؟ ليس بالضروره ان ده يكون نوع من انواع الرهاب الاجتماعي. احنا برضو محتاجين نقبل ان في اختلافات ما بيننا في فكره التواصل الافقي والراسي مع الناس. الانتروفيرتس او الاشخاص الانطوائيين هم مش مرضى، الانطوائيه ليست مرض، الانطوائيه نوعيه من الناس، نوعيه من توجه الناس تجاه الاخرين. هل معنى كده ان الانطوائي هو شخص مش بيحب الناس او ما بيحبش؟ لا، هو شخص بترهقه العلاقات الكثيره، لكن هو بيبقى عايز بني ادم، يعني بيبقى عايز صديق وعلاقه عاطفيه وعلاقات الاهل تبقى جيده، بس هو مش عايز اكتر من كده. ما بيحبش الانفتاح الافقي، يحب دايما الانفتاح يبقى راسي، العلاقه تبقى عميقه مع صديق واحد افضل بالنسبه له من 20 صديق. الانبساطي مش معناه ان هو افضل، الانبساطي هو شخص بيبقى قادر يعمل علاقات كتيره درجتها مخففه اكتر، ولكن مع اشخاص مع اشخاص اكتر. فهناك اختلاف نوعي ما بين الناس. فاحنا في نقطه مهمه جدا، ان مش كل شيء انه باثولوجايزت، يعني مش كل شيء نحوله الى شيء مرضي. احيانا محتاجين نقبل انت عندك علاقه مع صديق، تعرف تعمل علاقه عاطفيه، علاقتك مع اهلك كويسه، انت بخير، انت بخير، انت كده تمام، انت ده اللي بيرضيك، انت مرتاح من ده. غالبا هتلاقي عنده نموذج مقارنه داخلي بيقارن نفسه بحد تاني صديقه منفتح شويتين وقادر يسلك مع الناس كلها. بس احيانا ممكن يبقى الاخر الانبساطي يبقى مفتقد جدا جدا لعلاقه عميقه مع صديق او مع الزوج، مفتقد ان هو يبقى بيعبر عن نفسه بالفعل، يبقى طول الوقت بيهزر وبيضحك، لكن مفيش تعبير حقيقي مع الاخرين. فهل ده رهاب اجتماعي؟ احيانا ما بيكونش. المحك بتاعي هو القصه، هل انت عندك النماذج القريبه ولا مش موجوده؟ مرتاح في هذه العلاقات ولا مش مرتاح؟ نمره 2، هل ده بدا يعطلك بمعنى ان هو بدا يخسرك؟ امتى اقول ان دوت رهاب؟ لما يكون بقى انا مطلوب مني اروح اقدم كذا وما اقدمش عشان انا خايف من الناس، لما مطلوب مني ان انا اروح اطلب حقي وما اطلبش عشان انا خايف من الناس، لما مطلوب مني ان اعمل برزنتيشن عندي الاجابه بتاعت سؤال معين وما جاوبش عشان انا خايف من الناس. في اللحظه دي طالما بدا يؤدي الى عطله او انزعاج، ساعتها ابدا اقول ان احنا احنا عندنا هنا جانب مرضي، جانب متعثر، جانب خلل اعتلال ما وارد جدا، لكن مش كل شيء بالشكل دوت يبقى اللي انت بتحكيه لي ده ما فيهوش حاجه مرضيه. تمام.
ازاي اعرف انا عايزه ايه من حياتي وازاي اواجه ده، بودكاست تاني بقى. ده قصه كبيره جدا جدا، انت عايز بودكاست فعلا لوحده. سؤال مهم جدا جدا يعني، وفي الاغلب احنا ممكن نعمل عليه حاجه يعني، غالبا بفكر اصلا في سلسله متعلقه بالموضوع ده، لانه موضوع كبير جدا. موضوع فكره عايز ايه، والرغبه والهويه واحساس الفشل وازاي اقيمها. فلا ده قصه ده كبيره اكليل جدا التعافي اصلا جدا حضرتك جدا كنت طبعا. بتقول. بالظبط. احنا هنا بس مم. وجود السؤال ده في حد ذاته كويس. ليه؟ لان السؤال ده بيتسال غالبا من الناس اللي في جروث مود مش في سرفايفل مود. الشخص اللي عايز ينجو ما بيفكرش هو عايز ايه، هو عايز يطلع بس، غالبا بيبقى متمحور حول الالم. لكن الشخص اللي طلع بره الالم وبدا يعيش فيبقى عايز يشوف ايه الايجابي. يعني انا عايز اجيب ايه في البيت، مش انا يا دوبك عايز سقف عشان الدنيا بتشتي. لا هو كده بالظبط. فغالبا اللي بيحكي دوت او اللي بتحكي يعني في حته كويسه، لان هي غالبا في ايه، في جروث مود او في نظام النمو. احنا تعبنا حضرتك لا جدا يا بالعكس دكتور والله، انا سعدت عماد، جدا جدا بقعدتي معاك وصدقني والله. شكرا يعني جزيلا. فعلا البودكاست كان مفيد جدا، شكرا ونتمنى ان احنا كنا خفاف عليك. جدا والله، وان شاء الله نعملها مره تانية. ربنا يخليك يا تسلم يا دكتور رب، عماد. شكرا نورتونا والله لحضرتك النهارده. خالص، ربنا يخليك.